احنا ايه الدنيا هتمشي ازاي؟ المحاضرة هنقسمها نصين. النص الاولاني انا هقفل المايكات بس عشان ما نشوشرش على بعض، واشرح لكم الدنيا بتاعتنا ماشية ازاي وايه اللي بيحصل. والنص التاني في المحاضرة نفتح المايكات، واللي عنده اي استفسارات نتناقش فيها سوا مع بعض. تمام. تمام يا هندسة. تمام يا هندسة. يلا نبدأ. تمام يا هندسة. تمام. احنا زي ما اتفقنا هنقسم المحاضرة جزئين. الجزء الاولاني هنتكلم فيه او هشرح اللي عندي، والنص التاني هنتناقش فيه مع بعض. طيب احنا عايزين نتكلم على ايه؟ عايزين نتكلم على الدنيا بتاعت الاوتوميشن. ايه الدنيا؟ هل دلوقتي خلاص الدنيا هتبقى شغاله اوتوميشن، فاحنا خلاص ما ناخدش مثلا سي سي ان اي وام سي اس اي والكلام دوت ونخش على طول على الاوتوميشن؟ طب الاوتوميشن اوريدي موجود، نقدر نطبقه ولا لسه شويه؟ طب الاوتوميشن ده يعتبر تخصص ولا مش تخصص؟ يعني انا ممكن ابقى متخصص زي ما بتخصص سكيورتي او بتخصص في كذا، فهل ينفع اتخصص في الاوتوميشن؟ فاسئله كتير بتتقال مخليه الناس اللي في المجال بتاع الشبكات تايهه، سواء الناس اللي لسه بادئه او الناس اللي بقالها فتره في المجال بتاعها. عموما تعالوا نبدا الموضوع كده واحده واحده فروم سكراتش. يعني الناس القديمه شويه في المجال تستحملنا بس كده 10 دقائق في الاول، عشان الناس اللي لسه مبتدئه نلم كده الفكره بتاعتنا ونبتدي نخش في الموضوع الاساسي. تعالى كده نبسط الامور من الاول. هي الدنيا بتاعت الشبكات عباره عن ايه، والوضع الحالي ايه، ورايحين لايه، والدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي؟ فتعالوا كده نبدا واحده واحده مع بعض. احنا الشبكه بتاعتنا، الناس اللي اوريدي في المجال عارفه الكلام ده، بس الناس الجديده تركز معايا. انا عندي الشبكه بتاعتي عباره عن اجهزه ربط، حاجه اسمها سويتشات. دي بتربط الاجهزه الاند ديفايسز بتاعت الاجهزه اللي هي بتاعت الموظفين مثلا. تمام. ونموذج كده مبسط للشبكه بتاعتي، انا عندي سويتش وكام جهاز. طبعا الشبكه بتاعتي ما هي سويتش واحد ولا هي جهازين، احنا بنبسط الامور على قد ما نقدر. تمام. فانا عندي السويتش ده هيبقى رايح لحاجه اسمها راوتر. جميل. والراوتر ده طالع على الانترنت، سواء طالع على الانترنت بابليك بقى، عايز اروح الفيسبوك، عايز اروح جوجل، عايز اروح كذا، او في الاغلب في شغل البيزنس انا بطلع عشان عايز اعمل هنا حاجه اسمها في بي ان، عشان اربط سايت A مثلا، ده فرع في القاهره مثلا، مع فرع تاني في دوله تانيه خالص في يو اس اي مثلا. هناك برضو في راوتر وسويتش واجهزه، وفي موظفين قاعدين شغالين على الاجهزه دي. جميل. ده نموذج كده مبسط لشبكه عندي، سايت A وسايت B، ده في دوله وده في دوله. جميل. طيب الدنيا بتاعتي بتبقى ماشيه ازاي؟ انا عشان اقدر ابني شبكه زي دي واقدر اتعامل معاها واقدر اعمل لها الترابل شوتنج بتاعها وندير الدنيا وابقى راجل مهندس شبكات قد الدنيا، لازم ابقى فاهم ناحيتين. الناحيه الاولانيه هي ناحيه الربط، اللي هي اجهزه الربط اللي هي السويتشات والراوترات. ودي عادة لما بنيجي عايزين نتعلم الدنيا بتاعت السويتشات والراوترات دي ازاي هنربط الشبكة والكلام ده، فبنروح لأكبر فيندور بينتج سويتشات وراوترات على مستوى العالم، اللي هو أكيد كلنا عارفينه، سيسكو. بنروح لسيسكو نقول له احنا عايزين نتعامل او نعرف ازاي نتعامل مع السويتشات والراوترات والدنيا دي وربط الشبكات مع بعضها والفروع مع بعضها والقصص دي كلها. فبيجي سيسكو يقول لنا ان احنا عندنا مثلا حاجه اسمها سي سي ان اي. الكورس ده منهج سيسكو حطاه بندرسه عشان نقدر نفهم الدنيا بتاعت السويتشات وراوترات وربط الشبكه دي بتاعتنا ازاي. وبيبتدي يعلى معايا بالليفلز بتاعتي. يعني احنا الاول سي سي ان اي، بعد كده عندي سي سي ان بي، بعد كده عندي سي سي اي اي. سي سي ان اي اللي هو سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيت، انا بقيت كده في المجتمع بتاع سيسكو. الان بي بقيت بروفيشنال، الاي بقيت اكسبيرت، فابتدي امشي الدنيا بتاعت الربط دي. طيب هل الشبكات انا محتاج فيها سيسكو بس؟ لا، ده الشبكات شقين. ده الشق الاولاني اللي هو الربط، هنربط الدنيا ازاي. يجي بعد كده شق الاداره، ان انا هحتاج عندي هنا سيرفر، والسيرفر ده هنزل عليه او هفعل عليه ادوات من خلالها اقدر ادير الشبكه بتاعتي واوفر لها الانفراستراكشر اللي هي عايزاها والكلام ده كله. يعني انا كسيسكو انا هنا بوفر الربط، ان انا هربط الدنيا دي مع بعضها. طب بعد ما ربطت الدنيا اللي مع بعضها، الناس دي تقدر تتواصل مع بعضها والناس دي تقدر تتواصل مع الناس دي. طيب بعد ما عملنا الريتشابيليتي، الاجهزه تقدر توصل لبعضها، يجي دور الاداره.
عشان اقدر ادير فانا محتاج سيرفر. السيرفر ده بيبقى عباره عن جهاز كمبيوتر، بس لازم طبعا امكانياته تبقى عاليه. واي جهاز كمبيوتر اكيد هيحتاج اوبريتنج سيستم. هنتكلم في الاكثر استخداما على مستوى العالم، طبعا مين؟ مايكروسوفت. طيب، مايكروسوفت. هنا بقى يجي الشق الثاني بتاع الشبكات. مايكروسوفت ايه بقى؟ الراجل السيرفر ده اللي هدير من خلاله هنزل عليه اوبريتنج سيستم بتاع مايكروسوفت اللي هو ويندوز سيرفر. الويندوز سيرفر ده شبه الويندوز العادي بتاعنا اللي بنستخدمه في الأجهزة بتاعتنا، ولكن بيبقى جواه أدوات من خلالها أقدر أدير الشبكة بتاعتي. أبتدي أفعل بقى الأدوات اللي أنا عايز أفعلها حسب طبيعة الشبكة بتاعتي. والشبكات كلها مش زي بعضها، ما هواش ستاندر، يعني مش ما هواش حاجة هتتحفظ واحد اتنين تلاتة هعملها في أي شبكة. لا، كل شبكة وليها الطابع بتاعها وليها السيرفيس اللي المفروض تتحط فيها و وده اللي بيفرق مهندس شاطر عن مهندس مش شاطر، ان هو يبقى فاهم بقى تفاصيل الشبكه بتاعته وايه الادوات المناسبه للشبكه بتاعته المهم يعني. فالسيرفر ده على سبيل المثال هنزل عليه سيرفيس اسمها اكتيف دايركتوري. الاكتيف دايركتوري دي عشان اخلي الراجل ده الفانكشن بتاعته او وظيفته في الشبكه عندي يبقى اسمه دومين كنترولر. دي سيرفيس من ضمن سيرفيس كتير موجوده عندي على السيرفر، ولكن دايما دي الاساسيه في اي شبكه ببتدي اشتغل بيها. انزل اكتيف دايركتوري عشان الراجل ده يبقى دومين كنترولر. طب الدومين كنترولر ده شغلته ايه؟ الدومين كنترولر ده شغلته ان هو يدير الناس اللي عندي هنا دي. يعني اليوزر ده لما يجي يخش على الجهاز ما يدخلش كده على الجهاز وخلاص. لا، لما يجي يدخل يوزر نيم وباسورد الجهاز يروح للدومين كنترولر ده ويقول له ده في يوزر اسمه كذا باسورد كذا عايز يدخل عندي، يسمح له يخش ولا ما اسمحلوش؟ طب اسمح له يخش، انا ممكن بقى كراجل مدير للشبكه دي اتحكم بقى الراجل ده يخش الساعه كذا، لا ما يدخلش الساعه كذا. الراجل ده لما يدخل يفتح كذا، لا ما يفتحش كذا. الراجل ده يقدر يحط اليو اس بي مثلا فلاش في الجهاز، لا ما يقدرش. الراجل ده يسطب برامج، لا ما يسطبش. الراجل ده يخش على الداتا دي، لا ما يخشش على الداتا دي. بكنترول بقى ومانج الدنيا اللي عندي كلها من خلال السيرفر ده. وزي ما احنا قلنا الاكتيف دايركتوري ده سيرفيس واحده من ضمن سيرفيس كتير موجوده عندي، بس انا بضرب بيها مثال عشان نقرب الدنيا. يبقى انا عندي هنا عشان ابقى ملم من الدنيا بتاعت الشبكات كده زي ما اتفقنا فروم سكراتش من البدايه، يبقى لازم ابقى ملم بناحيتين. ناحيه الربط اللي هو بنروح فيها لاكبر شركه بتنتج سويتشات وراوترات على مستوى العالم اللي هي سيسكو. وشق الاداره اللي هو بنروح لاكبر اوبريتنج سيستم على مستوى العالم اللي هو مايكروسوفت. طيب حلو. يبقى انا هنا مبدئيا كده عشان ادخل المجال بتاع الشبكات ده وافهم الدنيا بتاعت الشبكات دي، فانا لازم افهم اجهزه الربط شغاله ازاي والدنيا بتاعتها ايه، والاداره دي هتتم ازاي والدنيا برضو بتاعتها ايه. طيب تعالى كده. تعالى كده ندردش بقى نفهم الدنيا اكتر. احنا دلوقتي داخلين على قصه اوتوميشن وقصه كلاود. وزي ما احنا بنسمع كده يقول لك الاوتوميشن مش عارف ايه او الكلاود هتغني عن ايه. تعال نفهم الموضوع، سيبك بقى من اللغط اللي بيتقال والكلام اللي بيتقال ده. القصه دلوقتي احنا زي ما اتفقنا عندي شق ربط وعندي شق اداره سيرفرات هدير بيها الشبكه بتاعتي. طيب تعال الاول نتكلم على شق الايه السيرفرات والقصه دي الاول كده عشان نفوكس مع بعد كده مع الاوتوميشن. تعالى نتكلم على قصة الكلاود. ايه قصة الكلاود؟ يعني احنا اتفقنا دلوقتي حالا انا عندي ادي سويتش وادي اجهزة وادي الراوتر وخارج على الكلاود او خارج على الانترنت. وهنا عندي اجهزة ادارة اللي هو زي ما احنا اتفقنا كسبيل على سبيل المثال يعني وليس على سبيل الحصر ان الراجل ده شغال اكتيف دايركتوري او دومين كنترولر. جميل. طيب تعال نتكلم الاول في قصه الكلاود زي ما اتفقنا وبعد كده نروح بقى لقصه الربط عشان دي اللي هنفوكس فيها على موضوع الاوتوميشن. تعال نفهم الكلاود الاول. ايه الدنيا بتاعت الكلاود دي؟ بص يا سيدي، الموضوع بالنسبه لينا في الشبكات جه ازاي وايه الموضوع. انا دلوقتي اجهزه السيرفرات اللي هحطها عندي في الشبكه دي احنا زي ما اتفقنا في بدايه الكلام خالص. انا بديك نموذج مبسط للشبكه، لكن الشبكه فعليا لا فيها اجهزه كتير، فيها سويتشات كتير، فيها راوترات، فيها سيرفرات. جميل.
السيرفرات دي زي ما احنا اتفقنا لازم امكانياتها تبقى عاليه، لان الراجل ده بيقدم سيرفيس لاجهزه كتير عندي في الشبكه، حسب بقى حجم الشبكه، شبكه فيها 100 جهاز، فيها 500 جهاز، فيها 1000 جهاز، حسب الشبكه اللي عندي. فبالتالي انا محتاج في السيرفرات دي اجهزه تكون امكانياتها عاليه، ومش هحتاج سيرفر واحد بس، لا انا هحتاج كذا سيرفر. وبرضه حسب طبيعه الشبكه وحجمها، ممكن السيرفيس الواحده، يعني احنا اتفقنا ان مثلا على سبيل المثال احنا قلنا اكتيف دايركتوري، وقلنا برضه في الكلام انه مش بس اكتيف دايركتوري، ده في سيرفيس كتير قوي بحتاجها جوه السيرفر بتاعي. لكن على سبيل المثال سيرفيس زي الاكتيف دايركتوري، انا مثلا ممكن حسب برضو طبيعه الشبكه بتاعتي ابقى محتاج سيرفرين شغالين اكتيف دايركتوري، عشان عندي عدد يوزر كتير، وعشان لو مثلا جهاز وقع يبقى التاني هيسبورت مكانه، وعشان الخلاصه ان انا بحتاج سيرفرات عندي في الشبكه. السيرفرات دي لازم تكون امكانياتها عاليه، لانه طبعا دي بتسبورت الاجهزه اللي عندي في الشبكه. طيب امكانياتها عاليه ازاي؟ اللي هو البروسيسور والرامات والاستورج و طيب انا دلوقتي عشان اشتري الاجهزه دي هيبقى الموضوع مكلف جدا. السيرفرات دي اسعارها لو دخلت تسرش كده هتلاقي الاسعار بتاع السيرفرات دي غاليه جدا، وكل ما الامكانيات هتزيد التكلفه هتزيد. يعني المفروض ان اي شركه بيبقى عندها داتا سنتر روم. الداتا سنتر روم دي بيتحط فيها السيرفرات بتاعتي. جميل. الداتا سنتر روم دي اصلا لوحدها اللي لسه هيتحط فيها السيرفرات، الداتا روم دي اللي هيتحط لسه فيها السيرفرات دي تجهيزها مكلف جدا، لان ليها مواصفات معينه. لازم يبقى لها تبريد معين عشان درجه الحراره، حافظ على درجه الحراره عشان الاجهزه بيطلع منها حراره. لازم يبقى عندي فاير فايتر وفاير الارم عشان لو حصل لا قدر الله اي حاجه. لازم يبقى عندي مثلا النظام الكهرباء ليه مواصفات معينه عشان لو الكهرباء عليت حصل اي حاجه. يعني لدرجه الدهان بتاع الحيطان ده لازم ليه مواصفات معينه. فتجهيز الداتا سنتر روم دي اللي لسه هجيب السيرفرات واحطها فيها مكلف جدا. السيرفرات زي ما احنا اتفقنا مكلفه جدا. طيب بعد ما جبنا السيرفرات وشغلنا الدنيا، محتاج صيانه، محتاج ابجريد. دلوقتي الاجهزه مثلا احنا محتاجين امكانيات اعلى، فاحنا المفروض ايه نابجريد الاجهزه اللي عندنا. طيب احنا دلوقتي عندنا مصاريف تشغيل، وعندنا. فبالتالي التكلفه بتاعه الداتا سنتر روم دي بالسيرفرات بالابديتس بكل حاجه، الموضوع مكلف جدا، بيكلف ملايين. فراح الاتجاه لقصه، انا كل ده بمهد لك لقصه الكلاود. ايه قصه الكلاود؟ قال لي ان كل الشركات الكبيره اللي انت تسمع عنها في المجال دي، تمام، سواء بقى مايكروسوفت، جوجل، اي بي ام، طبعا سيسكو، كل الاسامي اللي ممكن تيجي في ذهنك، شغالين في قصه الكلاود دي. شغالين في قصه الكلاود ازاي؟ عندي هنا سواء مثلا اي حد من الاسامي اللي قلناها دي، الاكثر دلوقتي الاكثر استخداما في قصه الكلاود اللي مسيطر على السوق بتاع الكلاود هو امازون. الفكره بقى سواء امازون او غيره، ان هو بيبقى عنده داتا سنتر ضخمه كبيره فيها اجهزه كتير، ومش داتا سنتر واحده، ده كذا داتا سنتر في كذا مكان في العالم، وبيأجر بقى. فاحنا هنا بدل ما نعمل داتا سنتر روم بتاعتنا والتجهيزات والتكلفه والسيرفرات لا انا هروح أأجر سيرفر او اتنين او تلاته او 10 حسب ما انا عايز عند اي فيندور من دول، عند امازون، عند مايكروسوفت، عند جوجل، عند المهم، بدل التكلفة الجبارة دي كلها، لا انا هروح اجر. ده انا ممكن اجر السيرفر ده بالساعة، بالدقيقة كمان مش بالساعة، حسب استخداماتي وحسب الدنيا بتاعتي. وماليش دعوة بقى لا بقصة صيانة ولا بقصة ابجريد ولا انا هاجر سيرفر واشتغل عليه. بس بدل ما هشتغل هنا بنسميها الحركة او الشكل اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية، ده بنسميها اون بريمسز. اون بريمسز يعني الاجهزة بتاعتي موجودة عندي وانا شغال على الاجهزة بتاعتي. فبدأ الانتقال من قصة الاون بريمسز دي للايه؟ للكلاود. لا انا مش هجيب بقى سيرفرات والتكلفة والدنيا والصيانة والكلام ده، لا انا هروح اجر حسب ما انا عايز بقى سيرفر اتنين تلاتة وات ايفر، اجرهم عند امازون او غيرها، وهعمل نفس الشغل اللي انا بعمله هنا هعمله على الاجهزة بتاعتي اللي انا حاططها فين؟ على الكلاود. كلام جميل. وبالتالي هنا جت بقى قصة الكلاود هنا بالنسبة لنا هنا في الشبكات. أنا بتكلم على الكلاود من منظور الشبكات. جميل. إن أنا بدل ما أجيب السيرفرات وأتكلف والكلام ده كله، لا أنا هروح أأجر عند الجماعة دولت وماليش دعوة بأي حاجة، وكل الشغل اللي أنا هعمله هنا على الأجهزة بتاعتي
انا هعمله هنا ريموتلي. كل اللي انا هبقى محتاجه بس ان انا عندي كونكشن قوي للانترنت، تمام، عشان اسبورت الناس اللي موجوده عندي هنا. مش لازم الداتا سنتر اللي هتتكلف ملايين والاجهزه الملايين والكلام ده، لا، انا اروح اجر. لو انا حابب اجر بالساعه هاجر عند اي حد من بتوع الايه الكلاود. زي ما احنا قلنا كل الفيندورز شغالين في القصه بتاعت الكلاود. فدي كده تبسيط للقصه بتاع الكلاود، ان انا بدل ما هشتغل اون بريمسز على الاجهزه واجيبها لا، انا اروح اجر واحط عليها كل الشغل بتاعي. كل اللي انا محتاجه بس يبقى عندي كونكشن قوي للانترنت عشان اسبورت الناس اللي عندي هنا دي. طيب، دي نبذه مختصره كده عن قصه الكلاود، عشان واحنا لما تيجي سيرتها في الكلام بعد كده نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه. طيب، ولسه هنرجع لها تاني، بس دي بذره كده حاطينها عشان نكمل عليها بعد كده. طيب، يبقى انا هنا زي ما اتفقنا الشبكه عندي شقين: شق سيسكو او شق الربط اللي هو بنروح لسيسكو، وشق الاداره اللي هو بنروح فيه لمين؟ لمايكروسوفت. جميل. اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو شق الاداره. السيرفرات بدل ما اجيبها احطها عندي اون بريمسز، لا، هحطها على الكلاود واشتغل عليها ريموتلي، واشيل دماغي بقى من قصه داتا سنتر روم واجهزه وتحديثات وصيانه والكلام ده كله. نروح بقى لمين؟ للشق بتاع الربط. جميل. شق الربط اللي هي زي ما اتفقنا السويتشات والراوترات اللي هتربط لي الاجهزه دي مع بعضها، تربط لي الدنيا دي كلها مع بعضها. طيب، ايه الدنيا عندي هنا؟ الدنيا عندي هنا انا دلوقتي الشبكه بتاعتي زي ما اتفقنا فيها سويتشات كتير، مش سويتش واحد. والسويتشات دي طبعا عليها اجهزه. وبعدين عندي هنا السويتشات دي هتبقى مربوطه براوتر. ممكن يبقى عندي راوتر وراوتر وراوتر وراوتر، ده ماسك سويتشات وده ماسك سويتشات وده ماسك سويتشات، والناس دي كلها مربوطه ببعضها. يعني انا ممكن يبقى عندي في الشبكه بتاعتي مثلا 20 30 جهاز ما بين سويتشات وراوترات عشان تربط لي الدنيا اللي موجوده عندي. طيب، في الوضع الحالي في الشغل الحالي في النتورك بتاعتنا، لما نتعلم سي سي ان اي، والناس اللي اوريدي بقى متعلمه سي سي ان اي هتبقى فاهمه الكلام ده، فانا بضطر اشتغل على كل ديفايس لوحده. يعني انا دلوقتي مثلا عايز اعمل حاجه اسمها فيلان مثلا، يبقى لازم اروح للسويتش ده اقول له كريت لي فيلان كذا، اروح للسويتش ده اقول له كريت لي فيلان كذا، واروح للسويتش ده كريت فيلان كذا، والسويتش ده اقول له انت عندك فيلان كذا بورت كذا وفيلان كذا بورت كذا. واروح على الراوترات بتاعتي مثلا هنعمل راوتنج، يبقى انا مثلا هنا هشغل اي حاجه، اشغل مثلا راوتنج بروتوكول اسمه او اس بي اف مثلا. يبقى انا هروح على كل راوتر من دول، تمام، اقول له شغل لي الاو اس بي اف وادي له الشبكات بتاعته و فده الوضع الحالي في التراديشنال نتورك. ده الوضع اللي لسه ستيل لحد دلوقتي شغالين بيه. ان انا عندي 20 ديفايس 30 ديفايس وات ايفر بقى عدد الاجهزه اللي عندي، يبقى انا مضطر ادخل على كل جهاز ادي له بقى الكونفيجريشن بتاعته واقول له دي كذا ودي كذا. ولو غلطت في رقم، يعني مثلا وانا شغال بدي او اس بي اف مثلا وهنا دي شبكه 10 ما بين الراوترين، فدخلت على الراوتر ده قلت له شبكه 10 مثلا اريا واحد، وجيت هنا وانا بكتب غلطت، بدل ما اقول له 10 اريا واحد قلت له اريا 2 مثلا، اي رقم. ايه اللي هيحصل؟ الكونكشن ما بين الراوترين دولت فصل، الراوتر ده كده فصل عن باقي الدنيا اللي هنا دي. فاي غلطه بسيطه في رقم صغير هيغير لي الدنيا خالص وهيوقع لي الدنيا كلها. طيب، ايه بقى الوضع؟ قال لك الوضع احنا عايزين نسهل الامور عن كده، وعايزين نبعد عن الخطأ البشري في الموضوع، وعايزين نسهل الإدارة بتاعة الشبكات دي، وعايزين نقلل الأخطاء ونقلل التكلفة عشان نسهل برضو على الشركات. فايه الموضوع؟ قال لك واحدة واحدة كده هنروح لحاجة اسمها اوتوميشن. ايه الاوتوميشن؟ احنا عندنا هنا في التراديشنال نتورك زي ما احنا قلنا انا لازم امشي على كل جهاز عشان اديله الكونفيجريشن بتاعته. حلو الكلام. وده هيعمل ايه؟ ده هيعمل عندي مشاكل زي التايم كونسيومينج، ايرور برون، هاي كونفرجنس، ليميت اوتوميشن، ليميت انوفيشن. ايه الكلام ده؟ تعالى نفهمه. زي ما كنت لسه بدردش معاك ان انا عندي ادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر، فانا عايز اشغل او اس بي اف مثلا، يبقى لازم امشي على كل راوتر اقول له اعمل كذا واحد اتنين تلاته، الناس اللي دارسه فاهمه الكلام ده. طيب، هنا اولا في وقت ضايع ان انا همشي على كل جهاز اديله بقى الكونفيجريشن بتاعته. وزي ما اتفقنا وارد ان يحصل خطأ بشري، لو اديت رقم واحد غلط الدنيا كلها هتقع.
طيب هاي كونفرجنس دي المقصود بيها ايه؟ المقصود مثلا عندي هنا شبكه 10، مثلا شبكه 10 دي وقعت، فالراوتر ده المفروض يبلغ ده، وده يبتدي يظبط الايه المعلومات بتاعه الراوتنج اللي عنده، وبعدين يبعت لده، وده يظبط الراوتنج اللي عنده، وده يبعت لده. عقبال ما توصل لاخر راوتر ممكن وضعها يكون اتغير، يعني هي دلوقتي كانت مقفوله او واقعه، وعقبال ما توصل لاخر راوتر هتكون اشتغلت تاني. المهم ان في وقت ضايع عندي هنا، ان هبعت لده وده يبعت لده وده يبعت لده، فانا عندي هنا وقت ضايع، سواء في الإدارة نفسها أو عقبال ما الراوترات بتبلغ بعضها. ما عنديش اوتوميشن، ما عنديش انوفيشن، ما عنديش ابتكار. طيب الوضع هنا بيبقى عامل ازاي بقى؟ تعالى برضو كده ناخد الأمور ايه واحدة واحدة. ثواني كده اجيب السلايد. تعالوا بقى نفهم الدنيا بتاعة الاوتوميشن. هنبدأ نتكلم بقى في القصة بتاعتنا. هنتكلم دلوقتي حالا ايه بقى موضوع الاوتوميشن ده، تمام، وايه اهميته، وايه بقى المصطلحات اللي بنسمعها في الاوتوميشن زي اس دي ان واس دي وان وان اف في، وموضوع بقى الاي اي والكلام ده. تعالى كده واحده واحده نشوف الدنيا مع بعض. فكره الاوتوميشن ان يبقى عندي جهاز واحد هو اللي هدير منه الشبكه بتاعتي كلها. عشان ايه؟ عشان نبعد بقى عن كل المشاكل اللي قلناها دي، الوقت اللي ضايع والاخطاء اللي بتحصل، وكمان هيقلل التكلفه معايا جدا. تمام تمام. طيب ايه بقى الدنيا بتاع الاوتوميشن جت منين؟ تعالى كده من بدايتها وركز كده، البدايه بتاع الاوتوميشن دي جت لي منين؟ احنا في الاجهزه التقليديه العاديه اللي موجوده معانا دلوقتي، ان انا عندي هنا جوه الجهاز بتاعي سواء سويتش او راوتر بيبقى عندي حاجه اسمها مانجمنت بلين، وحاجه اسمها كنترول بلين، وحاجه اسمها داتا بلين. طيب ايه دول؟ المانجمنت بلين دي الكونفجريشن اللي انت هتديها للراوتر بتاعك، اللي انت هتخش تقول له مثلا شغل لي او اس بي اف. انا عندي هنا مثلا شبكه 10 هديها ستاتيك، انا عندي كذا. تمام. جميل. فانا هخش اقول له شغل لي او اس بي اف مثلا، ويبتدي هنا مثلا الكنترول بلين بقى العقل، يعني المانج بلين ده المانجمنت بلين دي الكونفجريشن اللي انت بتديها للراوتر. قول له يا راوتر اعمل كذا، ودي يمين ودي شمال. جميل. طيب يجي يستلم منك الاوامر دي الكنترول بلين العقل بتاع الراوتر. يعمل ايه الكنترول بلين؟ يبتدي يشوف بقى الاوامر اللي انت اديتها له. انت قلت له شغل اوس بي اف، عندي شبكه 10 شبكه 20، يبتدي يتكلم مع الاوس بي اف اللي على الراوتر اللي جنبه هنا، ويتكلم مع الاوس بي اف اللي على الراوتر اللي عندي هنا. طيب شبكه 10 انا مديها له مثلا ستاتيك روت، يبقى انا مش هنفذها بالاوس بي اف، انا هنفذها بالستاتيك. وات ايفر بقى. الفكره هنا في الكنترول بلين ان ده العقل، هيبتدي العقل يشوف الاوامر اللي انت اديتها له ويبتدي يظبطها، ويبتدي يبني لي الراوتنج تيبل اللي على اساسه هيتم التوجيه. الراوتنج تيبل بقى هيروح لحاجه تانية اسمها الداتا بلين. عندي كنترول بلين، احفظ الاسمين دول كويس، والداتا ايه؟ والداتا بلين. كنترول بلين ده العقل، هيحسب حساباته وهيظبط الدنيا ويشتغل. الداتا بلين ده المنفذ بقى للاوامر بتاعه العقل. يعني العقل هنا قال لي ان احنا عندنا راوتنج تيبل في 1 2 3. الراوتنج تيبل ده هيتبعت هنا للداتا بلين، هيبقى اسمه هنا في الداتا بلين فوروردنج تيبل. هيبقى اسمه هنا في الداتا بلين فوروردنج تيبل. طيب الفوروردنج تيبل ده من اسمه كده ده اللي هفرض عليه. يعني ايه؟ يعني لما يجي جهاز يقول لي انا عايز اروح لشبكه 10، هيجي هنا الداتا بلين يبص على الفوروردنج تيبل اللي هو جاي له منين؟ من كنترول بلين فوق اللي هو كان اسمه فوق راوتنج تيبل. يبتدي يبص 10 يبقى 10 خرجها على اف 0 على 1 مثلا. طب انا عايز اروح لشبكه 20، يبص عنده في يبعت لشبكه 20، اروح لها عن طريق اف 0 على 0 مثلا. الخلاصه ايه بقى بتاعت القصه اللي احنا فيها دلوقتي؟ ان الراوتر عندي فيه ثلاث حاجات: مانجمنت بلين، كنترول بلين، داتا بلين. طيب المانجمنت ده خلاص ده العقل، سوري المانجمنت ده الكونفجريشن اللي انت بتديها له، اسف. نيجي بقى للنقطتين الاساسيين، كنترول بلين والداتا بلين. كنترول بلين ده العقل، ده اللي بيفكر، ده اللي انا قلت له شغل اوس بي اف اعمل كذا، فهيبتدي بقى يترجم الكلام ده ويبتدي يشوف الدنيا بتاعته والبروسيسنج بتاعه هيمشي ازاي ويوصل للراوتنج تيبل اللي هيبعته للمنفذ. فالداتا بلين دي المنفذ، يبقى الكنترول بلين ده العقل، والداتا بلين ده المنفذ لاوامر العقل.
في الداتا بلين هنا عندي بقى هنا ايه، يبتدي يشوف انا دلوقتي عايز اروح شبكه 10. الداتا بلين ملوش دعوه بقى باي حاجه، هو هيروح يبص يشوف شبكه 10 دي هروح لها من اي حته ويخرج عليها. طب هي خرجت ليه من الحته دي، خرجت ليه من الحته دي، هو ملوش ايه، ملوش دعوه، هو بينفذ اوامر الكنترول بلين. بينفذ ايه يا جماعه؟ اوامر الكنترول بلين، هو ملوش دعوه باي حاجه بتحصل عندي هنا. يبقى انا عندي هنا، نروح بقى للنقطه دي، ان انا عندي هنا جوه الجهاز بتاعي في كنترول بلين، ده العقل، وفي الداتا بلين ده المنفذ. طيب احنا هدفنا نفتكر مع بعض، احنا هدفنا دلوقتي عايزين نفهم ايه الدنيا بتاعت الاوتوميشن دي جت منين وراحه فين. فالفكره تاني بتاع الاوتوميشن ان انا عايز ادير الشبكه دي كلها من جهاز واحد عشان نبعد عن كل الاخطاء و الكلام اللي احنا قلناه. طيب نعملها ازاي ديت؟ قال لي بص يا سيدي، احنا هنشيل من كل الاجهزه اللي عندي هنا دي، مش كل الاجهزه دي فيها حتتين، فيها حته العقل اللي هي بالاحمر فوق دي، وفيها حته المنفذ اللي هو الداتا بلين اللي تحت دي. فقال لك طيب ما احنا نشيل العقول من الاجهزه دي كلها. احنا نعمل ايه؟ احنا هنشيل العقول من الاجهزه دي كلها. يعني الاجهزه دي زي ما انت شايف في الناحيه التانيه كده اللي على يمينك، الاجهزه ما بقاش عندها عقل. امال ايه اللي حصل؟ بقى في عقل واحد، بقى في عقل واحد هو اللي انا من خلاله بعمل الكونفيجريشن والدنيا بتاعت الشبكه بتاعتي كلها. والعقل ده اللي هو الكنترول بلين اللي هو هنا بقى في الاوتوميشن هنسميه الكنترولر ماشين. الجهاز ده الكنترولر ماشين هو بقى هيبعت الفوروردنج تيبل للناس دي. يعني احنا كده لو رجعنا للسلايد اللي قبلها قلنا ايه؟ قلنا الكنترول بلين هيفكر ويظبط ويعمل ويبعت الفوروردنج تيبل بتاعه للداتا بلين. هو نفس الكلام هنا، هو نفس الكلام هنا، بس ايه القصة؟ ان بقى الكنترولر واحد هو اللي متحكم في الشبكة دي. فاحنا شلنا العقول من كل الاجهزة اللي عندي دي. يعني كل الاجهزة اللي عندي في الشبكة مش هتبقى بتفكر، هي مجرد منفذ لأوامر الكنترولر. هي مجرد منفذ لأوامر مين؟ الكنترولر. وكل الأجهزة اللي تحت دي هتبقى شغالة عندي في الداتا بلين، هتبقى شغالة عندي في الداتا بلين. يعني ايه شغالة عندي في الداتا بلين؟ يعني هتبقى مجرد منفذ يستقبل من الكنترولر الايه الفوروردنج تيبل ويبتدي يوجه. يعني كل الأجهزة اللي تحت مش هتبقى بقى سويتشات وراوترات بالمعنى التقليدي اللي احنا عارفينه، لا، ده هتبقى بنسميها داتا بلين سويتشز. هنسميها داتا بلين سويتشز. يعني سويتشات ما فيهاش عقل، هي فيها بس جزء التنفيذ. امال العقل فين؟ العقل هيبقى عند الكنترولر. هشتغل انا على الكنترولر وهو يبعت للناس دي اوتوماتيك بقى، يقول له انت الايه الفوروردنج تيبل بتاعك كذا اشتغل عليه، وده انت اشتغل على كذا، وانت اشتغل على كذا. مش هبقى مضطر بقى زي ما احنا قلنا ان انا امشي على كل جهاز عشان اعمل، لا، هيبقى في عقل واحد بس اللي انا بخاطبه، وهو بقى هيتعامل مع بقية الأجهزة اللي رابطة الشبكة عندي. طيب نيجي بقى لسؤال مهم، هو الكنترولر ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني ايه الكنترولر ده؟ ايه الدنيا بتاعت الكنترولر ده؟ الكنترولر ده موضوع بسيط جدا، ده عبارة عن سوفت وير ابلكيشن. ده عبارة عن ابلكيشن تطبيق هنزله على اي جهاز كمبيوتر عادي، اقدر انزله على اي جهاز كمبيوتر عادي. طيب هو في كنترولرز اوريدي موجوده دلوقتي في المجال واقدر اشتغل عليها والكلام ده؟ هنعرف كمان شويه، لكن لحد ما نتكلم كمان شويه عندي مثلا حاجه اسمها اتش بي ايفان، ده تبع شركه اتش بي. عندي حاجه اسمها اوبن داي لايت، ده اوبن سورس زي لينكس كده بتاع اي حد يقدر يشتغل عليه ويطور فيه. فانا عندي اوريدي كنترولرز موجوده، وهسيب لكم لينك مع على الجروب بتاع الواتس لبلاي ليست كده انا عاملها على اليوتيوب، مشغل فيها بقى الاتش بي فان والايه والكنترولرز التانيه، هوريكم الدنيا بتاعتها ماشيه ازاي. المهم، فالكنترولر ده عباره عن جهاز كمبيوتر هينزل عليه ابلكيشن سوفت وير. عشان كده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه عنه دلوقتي بقى ده اكتر مصطلح مشهور دلوقتي في الاوتوميشن اللي هو اس دي ان. اس دي ان هي اختصار لسوفت وير ديفايند نتورك. سوفت وير ديفايند نتورك يعني انا هدير الشبكه دي
من خلال ابلكيشن زي ما احنا قلنا، حاجه زي اتش بي ايفاندا مثلا، ولا اوبن دي لايت، ولا من خلال ابلكيشن نازل على كمبيوتر عادي، انا ممكن ادير كل اجهزه الربط اللي موجوده عندي في الشبكه بتاعتي دي. هنا بدايات بقى الاوتوميشن، لان لسه مكملين في تطورات تانية هتحصل. فهنا من خلال سوفت وير، خلال ابلكيشن، انا هدير الشبكه بتاعتي دي كلها. الحاجه اللي انا عايز اعملها هخش جوه الابلكيشن ده واقول له انا عايز اعمل كذا، انا عايز اعمل كذا، وهو تك يبعت للناس دي، الناس دي تبتدي تنفذ الاوامر بتاعته. الناس دي ما عندهاش عقل، الناس دي منفذه بس، الراجل ده هو العقل. قال لي طيب فرضنا بقى دلوقتي انا عايز اعمل حاجه في الشبكه بتاعتي، كنترول ترافيك معين، مش عارف ايه، اي حاجه عايز اعملها في الشبكه بتاعتي. فرضنا ان ما عنديش الاوبشن ده جوه الكنترولر اللي انا هستخدمه. فرضنا انا ما عنديش الاوبشن ده جوه الكنترولر اللي انا هستخدمه، انا عايز اعمل حاجه معينه في الشبكه، والحاجه اللي هعملها دي السوفت وير بتاعها مش موجود، مش متاح. طيب الحل ايه هنا؟ قال لي عادي جدا، ما فيش اي مشكله، عندي بقى في لاير فوق اهيت، تمام، ابلكيشنز اقدر ادخلها جوه الكنترولر بتاعي واشتغل عادي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني تعالى ابسط لك النقطه. انت دلوقتي شغال مثلا على الموبايل بتاعك، سواء اندرويد ولا اي او اس. انت عايز ابلكيشن حاجه مثلا زي مواقيت الصلاه، بتعمل ايه؟ تخش على الجوجل بلاي ولا الاب ستور، تنزل الابلكيشن بتاعك وتشتغل عليه على الموبايل بتاعك. هنا برضو نفس القصه. انا عندي هنا على الكنترولر بتاعي انا محتاج حاجه معينه مش متوفره جوه السوفت وير اللي انا شغال عليه، اخدها كده زي بلجن، تمام. اخد الابلكيشن ده كده زي بلجن واحطه اضمه جوه الابلكيشن بتاعي واقدر اشتغل عليه. يعني لو فرضنا تاني، ركز معايا الكلام ده مهم، عشان كده انا بعيده، فركز معايا. فهنا دلوقتي انا جبت الكنترولر والدنيا تمام. طب انا عايز فيتشر معين، الفيتشر ده مش موجود معايا جوه الكنترولر، هنعمل ايه؟ قال لي هيبقى في ابس عندي زي الاب ستور، اوريدي موجود برضو. يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلم ده اوريدي موجود، بس لسه الدنيا واحده واحده. جميل. اه، فعندي اوريدي ابلكيشنز، وبرضو البلاي ليست اللي هسيبها لكم دي هتلاقي في يعني تنفيذ القصه دي عملي قدامك. فالاب هنا هاخده ادخله جوه الكنترولر بتاعي، ويبقى زي يعني بلاجن كده، او خلاص بقى بيلت ان جوه الابلكيشن بتاعي واقدر اشتغل عليه. زي فكره زي ما احنا قلنا كده، تنزل اي ابلكيشن عندك على الموبايل ولا هنا بقى في النقطه اللي فوق دي، الابلكيشنز دي ظهر تخصص جديد عندي في الشبكات، حاجه اسمها ديف نت. حاجه اسمها إيه يا جماعه؟ ديف نت. ديف اللي هي اختصار ديفلوبر، يعني انا هحتاج برمجه. جميل. ونت اللي هي طبعا الشبكات بتاعتها. فانا هنا لو انا عايز اتخصص بقى، ده تخصص جديد ظهر معايا، ان انا اعمل الابليكيشنز دي، اللي هو زي اغلبنا او الناس اللي حوالينا، او في بقى في عندك حد مثلا ايه بيعرف يعمل ابلكيشن اللي هي ايه بتنزل على الموبايل ويرفعها على الاب ستور او الجوجل بلاي بالاندرويد ستوديو والكلام، اللي لو حد ليه في القصه دي. نفس الفكره عندي هنا، بس انا مش هنزل بقى برامج عامه وانزلها على جوجل والكلام ده، لا. ده هنا دي هتبقى ابلكيشنز خاصه بالكنترولرز اللي موجوده عندي اللي بدير منها الشبكه. فظهر زي ما احنا اتفقنا تخصص جديد اسمه ديف نت. انا ممكن اتخصص بقى ان انا اعمل الابلكيشنز دي. فبالتالي هنا الابلكيشنز دي مجال جديد فتح جوه المجال بتاع الشبكات بتاعتنا. بس هنا لازم اكون فاهم برمجه مع الشبكات، ما ينفعش ابقى شبكات بس او برمجه بس، لازم ابقى فاهم الاثنين. طيب هل انا دلوقتي لو فرضنا، تعالى بقى، يعني احنا قلنا من الاول ايه؟ ان من الاول قلنا هنجيب الكنترولر. طب الكنترولر ده انا دلوقتي محتاج فيتشر معين مش موجود، فقلنا هنروح نجيب الاب بتاعه وننزله ونشتغل عليه. ما عجبنيش، ممكن اجيب اب تاني بتاع شركه تانيه وانزله واشتغل عليه. طيب فرضنا بقى ان ما لقيتش الاب ده اصلا، يعني انا عايز اعمل فكره معينه جوه الشبكه بتاعتي وانا مش قادر او مش لاقي الابليكيشن اللي هيعمل لي القصه دي، الدنيا هتقف؟ لا، الدنيا هنا في الاوتوميشن مفتوحه قوي 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 للانوفيشن، للابتكار. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي
عادي جدا انا عايز اعمل حاجه جوه الشبكه بتاعتي. انا دلوقتي الراجل بتاع النتورك. طب انا ماليش في البرمجه، لازم يبقى لي في البرمجه؟ لا، مش لازم يبقى لك في البرمجه. عادي جدا هتجيب حد بتاع برمجه، انت بتاع الشبكات وهو بتاع البرمجه، وتشوف الفيتشر اللي انت عايز تعمله ده وتعمله وتضيفه عندك جوه الكنترولر. مش كده وبس، ده انت تقدر كمان تبيعه زي الناس اللي بتنزل ابس ديت على الستور وتبيعها. انت ممكن هنا تعمل انت الحته بتاعتك، وتجيب البروجرامر يظبط لك الدنيا بتاعت القصه دي. يعني زي فكره برضو، لانه هنا برضو في لغط كتير في قصه الاوتوميشن، ان هو برضو الناس تقول لك انا عشان اشتغل في الاوتوميشن يبقى انا لازم اكون فاهم برمجه كويس. لا، مش لازم تكون فاهم برمجه، مش لازم تكون بتاع برمجه. لو عندك برمجه طبعا خير وبركه زي الفل، لكن مش لازم. يعني هو دلوقتي المحاسب مثلا لو عاوز يعمل لشركته برنامج محاسبه، هو اللي بيبرمجه ولا بيجيب بروجرامر هو اللي يعمل له الابليكيشن اللي هو عايزه؟ هو المحاسب بيقول له انا عايز اعمل كذا، والمخازن بتاعتي مش عارف كذا، ودي تسمع هنا ودي تروح ودي تيجي، والراجل البروجرامر بينفذ له الابلكيشن حسب اللي هو عايزه. فهنا نفس الكلام. انا فرضنا الحاجه اللي انا عايز اعملها مش موجوده في الكنترولر، مش موجوده في الابس المتاحه. عادي انا ممكن انا اعمل لها الاب بتاعه. معايا برمجه خير وبركه، ما معيش يبقى اجيب حد بروجرامر واقول له احنا عايزين نعمل واحد اتنين تلاته، واجيب الاب واشغله. واقدر كمان مش بس اشغله في الشغل بتاعي، لا ده انا ممكن ابيعه كمان. فالدنيا هنا في الاوتوميشن مفتوحه جدا. يبقى نرجع تاني كده نكمل كلامنا. نفضي الشاشة بس كده الأول. يبقى أنا عندي هنا ده الشكل العام كده بتاع الدنيا بتاعتي. إن تحت هنا هتبقى دي الأجهزة اللي شغالة في الداتا بلين، اللي هي مجرد منفذ لأوامر الراوتر بتاع ده الكنترولر، سوري. والكنترولر ده عباره عن سوفت وير، عشان كده الموضوع اسمه اس دي ان. ابلكيشن هينزل على جهاز عادي جدا، ومن خلال الابلكيشن ده انا ببقى شايف الشبكه كلها بتاعتي قدامي، وبقدر اتحكم فيها والترافيك بتاعها والدنيا بتاعتها. طيب انا عايز فيتشر معين، حاجه معينه عايز اعملها في الشبكه، الاب مش بيوصلها لي او مش بيتيحها ليا السوفت وير اللي انا شغال عليه. عادي نروح نجيب الابس اللي احنا قلنا عليها دي ونشغلها. طب الاب ده ما عجبنيش، اجيب اب تاني. طب انا عايز اصلا حاجات معينه مش متوفره اصلا في الابس دي كلها، عادي جدا اجيب حد بروجرامر زي ما احنا قلنا. ولو انا عندي متمكن من البرمجه زي الفل، اجيب حد بروجرامر واقول له احنا عايزين نعمل واحد اتنين تلاته، واضم وادخله جوه الابلكيشن بتاعي عادي، ويشتغل كانه فيتشر موجود جوه الابلكيشن بتاعي. التقنيه دي اللي احنا بنتكلم عليها لحد دلوقتي دي اسمها اس دي ان. طيب، سوفت وير ديفاين نتورك زي ما احنا قلنا، عشان انا بدير الشبكه من خلال سوفت وير. حلو الكلام. طيب، الاوتوميشن موجود بس الشركات الكبيره بس هي اللي هتلاقيها اوريدي مفعلاه وشغاله بيه، زي جوجل، زي مايكرو، زي فيسبوك. يعني فيسبوك بينتج لنفسه، عامل لنفسه شركه انتاج، يعني ايه خط انتاج، بينتج لنفسه هو السويتشات اللي هي الداتا بلين سويتشز اللي تحت دي. لان لسه هنتكلم دلوقتي، لسه مش متوفره قوي الداتا بلين سويتشز دي اللي هي من غير عقل خالص، وشغاله في الداتا بلين. بس ليه مش منتشره وليه مش الشركات بتنتجها والكلام ده كله هنتكلم كمان شويه. لكن زي ما احنا بنتكلم كده، ان شركه زي فيسبوك بتنتج لنفسها هي السويتشات، الداتا بلين سويتشز اللي هي بتشتغل بيها. فاوريدي الاوتوميشن موجود وشغال، بس لسه الدنيا ما انتشرتش. فواحده واحده لسه الدنيا جايه. فزي ما احنا قلنا لازم اكون مستعد ليها من دلوقتي، وابقى فاهم الدنيا اللي جايه بتاعتي ازاي. وده هدف المحاضره النهارده، ان احنا نفهم الدنيا بتاعتنا جايه منين، واحنا دلوقتي فين، وهنروح لفين. فابقى فاهم الدنيا بتاعتي عشان اقدر احدد خطواتي في المجال هتبقى عامله ازاي. طيب، سيبنا من الهيستوري ده. احنا دلوقتي هنا في الدنيا الحاليه في التراديشنال نتورك، ده راوتر. ده راوتر، وزي ما انت شايف بتاع سيسكو 1900 وات ايفر. الراوترات اللي موجوده حاليا والسويتشات سواء سيسكو او غير سيسكو في التراديشنال نتورك، بنسمي الاجهزه بتاعتنا دي كلوزد سيستم. الاجهزه اللي احنا شغالين بيها دلوقتي، سويتشاتنا وراوتراتنا سواء سيسكو او غير سيسكو، هي كلوز سيستم. يعني ايه كلوز سيستم؟ يعني سيستم مقفول، انا ما اقدرش اتعامل معاه. يعني ايه ما اقدرش اتعامل معاه؟ انا اقدر اعمل كونفيجريشن، وده اللي بنتعلمه مع بعض في الان اي والان بي والكلام ده كله.
لكن لو فرضنا في فيتشر معين انا عايزه في السوفت وير بتاع الراوتر ده، هل انا اقدر اضيف وانا اجيب زي ما كنا بنتكلم من شويه ان انا اعمل اب مثلا، ولا اعمل بلجن، ولا اعمل مش عارف ايه، واحط ادخله جوه السوفت وير؟ ما ينفعش. لو انا محتاج فيتشر معين مش موجود في السوفت وير بتاع الجهاز ده، انا مش هقدر اعملها. لو في حاجه انا عايز اضيفها في الهاردوير بتاع الجهاز ده، عايز ازود له اي حاجه، انا مش هقدر. فده كلوز سيستم مقفول، انا ما اقدرش ان انا اغير فيه اي حاجه. وبناء عليه فانا تحت زي ما بيقولوا كده، تحت ضرس الايه، الفيندور اللي مصنع الحاجه دي. انا ما اقدرش اشتغل غير الحاجه اللي موجوده متاحه ليا جوه الديفايس ده. يعني انت كراجل مثلا بتدرس شبكات، فانت مثلا حلمك في سيسكو مثلا انك في سيسكو توصل للسي سي اي اي مثلا. انت لما توصل للسي سي اي اي، انت مجرد سوبر يوزر على الاجهزه بتاعه سيسكو. انت ما تقدرش تعدل فيها، ما تقدرش تعدل في السوفت وير، ما تقدرش تعدل في اي حاجه. انت بتشتغل على اللي متاح ليك جوه السوفت وير، جوه العلبه المقفوله دي اللي سيسكو ايه مديها لك. انا ما اقدرش اعدل حاجه. عكس بقى لما نروح للقصه بتاعت الاوتوميشن، لا انا براحتي بقى زي ما قلت لك. انا على الكنترولر ده اصلا اوريدي في سوفت ويرز اوبن سورس مش بتاعت شركات. يعني اقول لك مثلا حاجه زي اتش بي، فانت بتاع شركه اتش بي اكيد عارفينها. لكن حاجه زي الاوبن دي لا، ده اوبن سورس، ده مش بتاع شركه، مش بتاع حد. الابس اللي احنا قلنا فوق هتنزل ونعملها ديت، دي برضو مش بتاعت، يعني في منها بتاع شركات وفي حاجات اوبن سورس برضو. وزي ما احنا قلنا ما لقيتش هنا ولا هنا تعمل ايه، الدنيا عندي متاحة جدا. يعني انا عندي هنا الدنيا عاملة زي جهاز الكمبيوتر بتاعك، اللابتوب الشخصي بتاعك. انت في اللابتوب الشخصي بتاعك، انت عندك هنا ايه؟ انا دلوقتي ممكن اجيب الهاردوير ده، الجهاز ده كهاردوير اجيبه بتاع ديل، بتاع اتش بي، بتاع كذا، وهنزل عليه الاوبريتنج سيستم بتاع مين؟ بتاع مايكروسوفت. وجوه الاوبريتنج سيستم بتاع مايكروسوفت ده هنزل مثلا فوتوشوب اللي هو مثلا بتاع ادوبي، او هنزل كذا بتاع شركة كذا، او هنزل كذا. فانا براحتي. انا دلوقتي هنا بقارن بين السويتشات اللي رابطه الاجهزه، والراوترات اللي رابطه الاجهزه في التراديشنال نتورك الحاليه ان هي كلوز سيستم. طب انا ليه ما بقاش زي قصه الكمبيوتر بتاعي، ان انا ممكن اجيب الكمبيوتر من الفيندور وانزل له اوبريتنج سيستم من فيندور تاني، وانزل عليه ابلكيشن من 500 فيندور تالت ورابع وخامس؟ ليه الدنيا ما تبقاش مفتوحه عندي؟ ده اللي بيسمحوا لي الاوتوميشن، ان انا براحتي بقى، ما بقاش صباعي تحت ضرس الفيندور. يعني مثلا انت في الكلوز سيستم هنا، لو فرضنا دلوقتي انا شغال مثلا سيسكو، وجت شركه اي حاجه، واوي، جينيبر، جت نزلت فيتشر معين في الاجهزه بتاعتها، الفيتشر ده مش موجود في الاجهزه بتاعت سيسكو. ايه الوضع في التراديشنال نتورك؟ الوضع في التراديشنال نتورك ان انا هبقى بين اختيارين اصعب من بعض، ما بين ان انا اشيل كل الاجهزه بتاعت سيسكو دي من عندي، تمام، واروح اشتري اجهزه بتاعت الفيندور بقى اللي نزل الاوبشن ده، تمام، او ان انا دلوقتي هستنى لما سيسكو تنزل لي الاوبشن ده في الاجهزه بتاعتي وابتدي اشتغل عليه. تمام تمام. فبالتالي هنا انا بين اختيارين اصعب من بعض. طب انا اعمل انا ايه دلوقتي؟ هنا بقى زي ما احنا اتفقنا، لما هروح للاوتوميشن هلاقي الدنيا دي فرقت معايا بقى خالص. تالت بقى، تعال نقارن ما بين التراديشنال نتورك والايه والاوتوميشن. زي ما احنا اتفقنا انه في التراديشنال نتورك انا عندي هنا تايم كونسيومينج، عندي ايرور برون، هاي كونفرجنس، ليميت اوتوميشن، ليميت انوفيشن. ده فين؟ ده في التراديشنال. في التراديشنال هنا ايه الكلام ده؟ الكلام ده اللي احنا لسه قايلينه، اللي هو ايه؟ اللي هو انا دلوقتي لما اجي هعمل كونفيجريشن على الراوتر بتاعي، زي ما احنا اتفقنا انا عندي اكتر مثلا من راوتر، فاخش اقول له شغل لي او اس بي اف، شغل لي كذا. فتايم كونسيومينج زي ما احنا اتفقنا ان انا دلوقتي هروح اعمل كونفيجريشن على الراجل ده، وبعدين هروح اعمل كونفيجريشن على الراوتر ده، كونفيجريشن على على الراوتر ده. ففي وقت ضايع عندي. في حين ان انا في الاوتوميشن زي ما فهمنا بقى، خلاص فهمنا الاوتوميشن، لا انا هعمل الحاجه اللي انا عايزها على الكنترولر، وهو تك هيبعت للناس كلها في نفس الوقت. مش لسه مثلا هاجي هنا اديله الشبكات واروح لهنا واروح لهنا واروح، لا. فانا عندي هنا ايه؟ هوفر في الوقت. هبعد عن الاخطاء البشريه في الموضوع،
هبعد عن ايه يا جماعه؟ عن الاخطاء البشريه في الموضوع، لان زي ما احنا قلنا من شويه، لو جيت مثلا شبكه 10 قلت له دي اريا 1 اريا 2 الدنيا هتقع. فانا هنا ما عنديش الوقت الضايع في تراديشنال نتورك. المشاكل اللي بتحصل نتيجه للاخطاء البشريه. هاي كونفرجنس يعني ايه؟ يعني زي ما احنا قلنا شبكه 10 هنا قايمه. طب شبكه 10 وقعت، يبقى ده هيبلغ ده وده يعدل عنده، وبعدين ده يبلغ ده، وبعدين ده يعدل عنده، وده يبلغ ده وده يعدل عنده. فهنا دلوقتي في وقت عندي عقبال ما ده يبعت لده، وعقبال ما ده يبعت لده، وعقبال ما يبعت لده. كل ما الاجهزه هتكتر عندي هيبقى في هنا هاي كونفرجنس، عقبال ما يظبطوا نفسهم، عقبال ما توصل اصلا المعلومه لاخر راوتر. ممكن تكون الشبكه حالتها اتغيرت، يعني هي كانت واقعه بقت شغاله، كانت شغاله بقت واقعه. فانا عندي هنا زي ما اتفقنا وقت ضايع، عندي اخطاء بشريه، عندي وقت ضايع في الكونفرجنس، ان يحصل ابديتس ما بين الاجهزه وبعضها. عكس ان انا في الاوتوميشن، لا انا هشتغل على الكنترولر هيظبط الدنيا دي كلها. طيب ما عندي هنا في التراديشنال نتورك ليميت اوتوميشن، ليميت انوفيشن، ما عنديش اي مساحه للابتكار. انا ملزم بالامكانيات اللي الاجهزه موجوده بيها وشغاله بيها. انا ما اقدرش ان انا اعدل في السوفت وير بتاعها ولا في الهاردوير بتاعها، لا انا بشتغل على اللي موجود عندي. طبعا الكلام ده العكس تماما لما اجي اتكلم على الاوتوميشن، وتحديدا دلوقتي بنتكلم على الاس دي ان او السوفت وير ديفاين نتورك. طيب ايه القصه عندي هنا؟ لا انا زي ما اتفقنا تاني الخريطه بتاعتنا ان انا عندي تحت هنا هيبقى في عندي داتا بلين سويتشز، تمام، بيتحكم فيها الكنترولر فوق. ولو احتجت بجيب ابس انزلها على الكنترولر ده عشان اظبط الدنيا بتاعتي. فانا شغلي كله على الكنترولر، مش هلف بقى على جهاز جهاز والكلام ده. فبالتالي هنا الكونفيجريشن هتبقى اسرع. الريسبوند لو لينك مثلا وقع، تمام، هيبلغ الكنترولر، خلاص الكنترولر عرف يبقى هو هيبلغ الباقي، مش لازم ده يبعت لده وبعدين ده يظبط ويبعت لده، لا. فلو حصل اي فيلير في اي لينك الاستجابه هتكون اسرع. ما عنديش بقى مشكله اللوب وسباننج تري والكلام ده. مفيش لوب، هو الكنترولر فوق شايف الشبكه كلها وهو اللي بيوجه. مفيش حاجه اسمها لوب عندي. المانجمنت اسهل. التايم كونسيومنج اللي هو زي ما احنا قلنا عقبال ما ده يبعت لده وده يبعت لده مفيش خلاص. نقطة مهمة جدا ودي عايز افوكس عليها دلوقتي قبل ما اكمل الكلام بتاعي، بس نخلص النقطتين اللي تحت دول سريعا. سيف ماني، ان هتوفر التكلفة. هنخليها دلوقتي لسه هتكلم عليها حالا، بس نخلي النقطتين دول في السريع نخلصهم. ان انا عندي هنا طبعا في الاوتوميشن عندي اوتوميشن، عندي انوفيشن، مساحه للابتكار. اللي هو زي ما قلت لك انا عايز اب معين، طب الاب ده مش موجود اعمله. بعرف برمجه خير وبركه، ما بعرفش طب هجيب حد بيعرف وتعالى نعمل الابليكيشن ده، وزي ما قلت لك لو ظبط معاك كمان بيعه هتستفاد ماديا. فانا عندي مساحه كبيره جدا للانوفيشن. والاجيلتي، اجيلتي اللي هو المرونه، الموضوع مرن معايا. انا دلوقتي زي ما قلت لك جبت الاب ده، طب الاب ده مش سبورتد معايا او حصل مشكله، اجيب الاب التاني، اجرب التالت، اجرب الرابع، ما لقيتش خالص اعمل انا واحد. فالموضوع عندي مرونه رهيبه جدا. فالاس دي ان او الاوتوميشن لا اداني مميزات كبيره جدا. طيب تعالى بقى نتكلم على قصه السيف ماني دي. قلنا في نقطه عايز اتكلم فيها، ايه هي؟ انه الاوتوميشن زي ما احنا قلنا هيبقى اسهل لكن في ميزه مهمه جدا 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 هي سيف ماني. التكلفه عندي في البيور اوتوميشن لا تقارن بالتكلفه بتاعت التراديشنال نتورك. انا عارف ان الناس اللي شغاله في المجال او عندها خبره في المجال دلوقتي هيقول لي لا ده اللي موجود في السوق دلوقتي الحاجات بتاع الاوتوميشن دي اغلى من التراديشنال نتورك. لا انا هفهمك الموضوع. لان القصه هنا تاني ركز في اللي انا قلته، البيور اوتوميشن اللي موجود حاليا ده، السوليوشنز اللي بتقدمها شركات زي سيسكو مثلا، حاجه زي فيبتيلا او ميراكي او السوليوشنز دي ما هي سوليوشن بيور اوتوميشن. لا ده هي سوليوشن او اجهزه شغاله عادي بالكلام اللي احنا قلناه، وسبورتد معايا لقصه الاوتوميشن، مدخل قصه الاوتوميشن. وحتى الاوتوميشن اللي مدخلينه اوتوميشن ما فيهوش الاوبشن المهم جدا بتاع السيف ماني. يعني هو مديني اوتوميشن بس من غير مميزات الاوتوميشن. افهمك، تعالى ناخد الامور واحده واحده. في السيف ماني هنا التكلفه بتاعتي هتبقى قليله جدا يا جماعه. ليه؟ اولا تعالى نفهم هي جت ليه قليله، ونفهم ليه الشركات الكبيره مش بتنتج السويتشات دي دلوقتي، وازاي السيف ماني ده او التكلفه القليله دي هتنعكس بالايجاب، الايجاب العالي جدا كمان علينا في شغل النتورك. تعال نفهم واحده واحده.
اولا تعال نفهم هي التكلفه هتبقى ارخص ليه. ليه التكلفه بتاعتي هتبقى ارخص؟ تعالى كده نمسح بس الشاشه كده ونتكلم. التكلفه هتبقى ارخص عشان النقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، ان كل الاجهزه اللي موجوده في التراديشنال نتورك، انا عندي هنا العقل اللي هو الكنترول، وعندي هنا الداتا بلين. القصه هنا ان احنا في الاوتوميشن زي ما احنا قلنا شلنا العقل بتاع الجهاز ده. يعني الجهاز ده لو فرضنا الجهاز ده ب 100، جميل، لما اجي هشيل العقل ده انا بدون مبالغه هتبقى تكلفتي 10. 90% من التكلفه رايح فين؟ في الكنترول بلين ده. ليه؟ اولا دي فيتشرز لازم تبقى موجوده في السوفت وير بتاعي، فبالتالي انا محتاج سوفت وير معقد. لكن انا لما اشتغل على داتا بلين مفيش اي سوفت وير في الموضوع ده، انا عايز بس حاجه بس، اوبريتنج سيستم يقوم الديفايس ده يفهم بس الايه الكنترولر باعت له بيقول ايه. فما عنديش اي فيتشر في اي سوفت وير، ده انا عايز بس حاجه تقوم الجهاز بس، يفهم بس الايه الفوروردنج تيبل اللي بعته له الكنترول بلين، مش محتاج يفكر في اي حاجه. فبالتالي انا عايز سوفت وير بسيط جدا، وبالتالي تكلفه بسيطه جدا. فرقم واحد عندي هنا السوفت وير هيبقى الموضوع ابسط بكتير، لكن السوفت وير هنا في الكنترول لا. انت ممكن اصلا تلاقي جهاز ب 10 وتلاقي نفس الموديل ب 20. ايه الفرق ما بينهم؟ هم نفس الهاردوير ونفس البتاع، الفيتشرز اللي موجوده في السوفت وير مختلفه. هنا مديني فيتشرز اعلى فبالتالي السعر بقى الدبل. فانا هنا لما هشيل الكنترول بلين انا مش محتاج بقى كل التعقيدات بتاعه السوفت وير اللي هينزل على الجهاز ده، وبالتالي هنا التكلفه بتاعتي هتقل. مش بس كده، الهاردوير بقى نفسه، يعني انا دلوقتي السوفت وير هبقى محتاج حاجه انيشال بسيطه خالص تقوم لي الجهاز، وبالتالي التكلفه بتاع السوفت وير خلاص ما عنديش تكلفه اصلا للسوفت وير. الهاردوير نفسه هبقى محتاج هاردوير قليل، لان انا عندي هنا مش محتاج بقى بروسيسور ورامات عشان التعقيدات بتاعه السوفت وير وبتاع ديت، وهنودي يمين وهنروح شمال ونحسب الحسابات، مفيش الكلام ده، اللي هيحسب ولا ليه دعوه باي حاجه. فبالتالي هنا كهاردوير الهاردوير هيبقى اقل بكتير، وبالتالي هيبقى الموضوع معايا تكلفته بدون مبالغه انه الاوتوميشن الايه الشبكه في التراديشنال الحالي لو الشبكه هتكلفني 100، مع الاوتوميشن هتكلفنا 10. ليه؟ خلاص بقى خلصت الليله دي. كل الاجهزه اللي موجوده عندي تحت دي انا مش عايز كل التعقيدات بتاعه السوفت وير على كل جهاز، لا، انا عايز بس سوفت وير صغير يفهم الراجل ده الايه الجدول اللي هيشتغل عليه، اللي هو الفوروردنج تيبل، روح يمين روح شمال روح فوق روح تحت. القصه عندي هتبقى في الكنترولر. الكنترولر زي ما احنا قلنا ده ممكن يبقى ببلاش الا ربع. ليه؟ لان ممكن اجيب كنترولر زي ما احنا اتفقنا اوبن سورس مش بفلوس، زي حاجه اسمها اوبن ديلايت زي ما قلت لكم من شويه، ده مش بفلوس اصلا، فالكنترولر ببلاش. الابس اللي فوق اللي هحتاجها دي زي ما احنا قلنا في منها اوبن سورس وفي بتاع شركات، وفي حاجات زي ما احنا قلنا انا ممكن انا اعملها اصلا. فبالتالي التكلفه في البيور اوتوميشن، وبأكد على كلمة بيور اوتوميشن دي، تمام، وهفهمها لكم اكتر كمان شوية. في البيور اوتوميشن هنا التكلفة دي لا تقارن. التكلفة هنا لو 100 يبقى هنا تكلفتي 10، تمام. يبقى التكلفة بتاعتي وفرت هنا 90% من التكلفة لما هشتغل على بيور اوتوميشن. طيب، فهمنا كده النقطة الأولانية اللي هو التكلفة هتقل بناء على ايه؟ التكلفة هتقل بناء على ايه تاني سريعا؟ ان الاجهزة خلاص انا مش محتاج امكانيات عالية ومش محتاج سوفت وير عالي، فبالتالي التكلفة بتاعتي هتقل. الكنترولر ممكن اجيبه اصلا اوبن سورس، الابلكيشن ممكن اجيبها اصلا اوبن سورس، فالتكلفة عندي ببلاش الا ربع. طيب، نيجي بقى للنقطة التانية. طيب، الشركات بقى ليه مش بتنتج الداتا بليد سويتشز دي بالشكل اللي يسد الفراغ في السوق؟ يعني هي في حاجات موجوده اوريدي ولكن كلها حاجات بسيطه ومش منتشره. ليه الشركات الكبيره، ليه شركات زي سيسكو مثلا او جينيبر او ليه ما تنتجش الداتا بلين سويتشز دي؟ لانه باي لوجيك انه التكلفه زي ما اتفقنا بسيطه، فبالتالي الانكم بتاعها او العائد بتاع انتاج الاجهزه دي مش هيبقى مناسب لشركات ضخمه زي ايه، زي سيسكو او جينيبر او الشركات دي بقى بتعمل ايه؟
الشركات دي بتروح جايه، تعالى كده نمسح الشاشه، بتروح جايه تقول لك انا هديك اوتوميشن، بس هو مش اوتوميشن بيور اوتوميشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي، احنا اتفقنا اهم المميزات في الاوتوميشن رقم واحد طبعا زي ما اتفقنا هو السهوله بتاعه الاداره بتاعه الشبكه بتاعتي، سهوله الاداره، ان انا مش هقعد الف على الاجهزه بلا بلا بلا، هبعد عن الاخطاء البشريه. واهم نقطه في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دي التكلفه. جميل. فهنا بتيجي شركات زي سيسكو او غيرها يديك اوتوميشن، يقول لك اعمل لك حاجه اسمها ميراكي، حاجه اسمها فيبتيل، حسب بقى حجم الايه الشبكه بتاعتك. تعالى يا عم ادي كنترولر اهوت، وهنشتغل على الكنترولر بتاع فيبتيل او غيره، تمام. بس ما بيديكش هنا البيور اوتوميشن اللي احنا بنتكلم عليه ده. ليه؟ لانه هنا في الكنترولر ده بتاع سيسكو او غيرها، تمام، لا انت لازم تشتغل على الكنترولر بتاعهم. يعني احنا في البيور اوتوميشن قلنا ده انا ممكن اجيب جهاز كمبيوتر، اي جهاز كمبيوتر، وانزل عليه السوفت وير اللي هدير منه الاب اللي هدير منه الشبكه بتاعتي. لكن هنا يقول لك لا، انت لازم تشتغل على الكنترولر بتاعي، بالسوفت وير بتاعي، بالابليكيشنز بتاعتي. طب فين بقى الحريه اللي احنا قلنا عليها من شويه؟ يعني احنا كنا بنقارن شويه بين الكلوزد سيستم اللي هي السويتشات والراوترات اللي موجوده حاليا، وبين مثلا انت على جهاز الكمبيوتر بتاعك انت حر تنزل السوفت وير اللي انت عايزه، عايز تنزل لينكس نزل، مايكروسوفت الابس اللي انت عايز تنزلها نزلها، مفيش الحريه دي. البيور اوتوميشن لا، انا براحتي، انا اجيب زي ما احنا قلنا جهاز كذا احط عليه السوفت وير كذا، ما عجبنيش اجيب عليه كذا، اضيف كذا، اعمل انا. لكن هنا الحلول اللي بتقدمها الشركات الكبيره دلوقتي لا، هو بيديك اسما بس كده او الشكل العام بتاع الاوتوميشن، لكن كل مميزات الاوتوميشن اللي جوه لا، هو بيديك بس حاجه واحده بس من الاوتوميشن، اللي هي سهوله الاداره. تمام. لكن قصه بقى ان انا ابقى حر اضيف براحتي وادخل براحتي واشيل وتكلفتي تبقى اقل، بالعكس ده الاجهزه اللي بيحط لك فيها اوتوميشن بيبيعها لك اغلى من الاجهزه التراديشنال العاديه. لان زي ما احنا اتفقنا هو لو هينتج بقى داتا بلين سويتشز والكلام ده هيفلس. تمام. طيب الدنيا رايحه فين؟ يعني دلوقتي الشركات دي مش راضيه تنتج الكلام ده والاجهزه دي لسه مش موجوده. طب الدنيا رايحه فين؟ هنشوف دلوقتي الدنيا رايحه فين. بس قبل ما نشوف الدنيا رايحه فين، تعال ناكد تاني على قصه السيف ماني دي هتأثر بالإيجاب على الشغل بتاعنا إزاي. يعني دايما تيجي لي أسئلة يقول لي يا باشمهندس، يبعت لي يا باشمهندس، طب ما كده الأوتوميشن، ركزوا معايا في النقطة اللي هتكلم فيها دي عشان دي يعني يمكن أكتر نقطة بتجيلي استفسارات فيها في قصة الأوتوميشن دي، فركز معايا فيها. يجي حد يقول لي طيب يا باشمهندس احنا دلوقتي الأوتوميشن ده هيسهل الدنيا والدنيا هتبقى أرخص والدنيا والقصة والرواية. طب أنا دلوقتي مثلا الشبكه اللي شغال فيها 10 مهندسين، مثلا الشبكه اللي شغال فيها 10 مهندسين، لما يجي بقى الموضوع كده سهل والدنيا ايزي وكنترولر واحد وبدير منه كل حاجه والدنيا جميله، بدل ما انا هبقى محتاج او الشركه يعني بدل ما هتبقى محتاجه 10 مهندسين هتبقى محتاجه مثلا اربعه. بدل ما هي محتاجه 10 موظفين مهندسين شبكات هتبقى محتاجه اربعه، وبالتالي ده هينعكس على طلب على مهندسين الشبكات في سوق العمل. ان الشركات مش عايزه، اللي كان 10 هيمشي 6، هيشتغل باربعه بس، فكده الشركات مش يعني سوق العمل هيبقى الدنيا واقعه بالنسبه لنا كمهندسين شبكات. لا، بالعكس، يعني انت كده باصص للموضوع من زاويه واحده، تعال نبص من باقي الزوايا. يعني انت دلوقتي الكلام اللي احنا قلناه ان الشبكه او الشركه اللي محتاجه 10 هتبقى محتاجه 4، صح. طب ايه بقى؟ تعال نبص بقى على الزاويه كامله. انا القصه عندي هنا، تعال نبص على السوق از جنرال. انا لو فرضنا عندي في 100 شركه مثلا في السوق، نفترض ال 100 شركه دول لما اجي اشتغل بالتراديشنال نتورك التكلفه هتبقى عاليه جدا. لما اجي اشتغل بالتراديشنال نتورك التكلفه هتبقى عاليه جدا. طيب يعني بيحصل ايه؟ بيحصل دلوقتي ان ممكن تيجي شركه تقول لي يا باشمهندس احنا عايزين نعمل واحد اتنين تلاته عندنا في الشبكه بتاعتنا. فاقول له والله انت هتحتاج اجهزه كذا كذا كذا، والاجهزه دي هتبقى تكلفتها رقم وقدره كذا. اول ما بيسمع الرقم يقول لي طب ما ينفعش نمشيها بلدي، طب احنا هنأجل الموضوع، طب احنا مش عارف ايه. فهنا المشكله مشكله كبيره جدا بالنسبه للشركات دلوقتي التكلفه بتاعه التراديشنال نتورك.
يقوم انا لما اجي بقى في الاوتوميشن واقول له انت ما فيش عندك تكلفه، انت اللي انت عايز تعمله ده هنعمله لك بسوفت وير. طب ما خلاص، لا تعالى يا عم نعمل. فانا لو دلوقتي فرضنا ان انا عندي 100 شركه في الوضع الحالي في السوق، هتلاقي ان 10 20%، يا عم تعالى نقول 20% من الشركات اللي موجوده حاليا هي اللي عندها سيستم محترم وصارفه ومكلفه وجايبه اجهزه وجايبه بتاع. و20%، وال 20% دول غالبا اصلا هتلاقيهم شركات اللي هي ايه، مالتي ناشونال يعني، تمام. لكن عندك 80 شركه، 80% من الشركات مقضينها اي حاجه. يا عم لا، مشي مشي لي الدنيا كده والنبي، احنا ما معناش فلوس للتكلفه بتاعت السويتشات والراوترات والدنيا، لا تكلفه عاليه. فانا دلوقتي لما اشتغل اوتوميشن، اللي هو تاني باكد بقى بيور اوتوميشن، اللي هو مديني كل المميزات الحلوه دي معاها سيف ماني. طيب انا بقى مع السيف ماني دوت، لا ال 80% دولت هيقول لك لا، طب ما هو الموضوع ببلاش. لا ده انا عايز بقى احط لي كذا، وعايزين نعمل فيتشر كذا، وعايزين نشيل، وعايزين نحط، وعايزين نربط ده بده ونودي ونجيب. طب هتبقى مشكله ال 80% دول في ايه بقى؟ في التكلفه؟ لا، المشكله ما بقتش في التكلفه. امال المشكله هتبقى في ايه؟ في المهندسين بقى اللي فاهمين اوتوميشن، اللي هيعملوا لي السيستم ده. وبناء عليه لما تيجي تحسبها توتال كده، لو فرضنا ان ال 20% دول مشوا من عندهم اكس عدد مهندسين، احسبوها بقى بحساباتكم، ال 80% دول هيتنشأوا عليهم ومش هيكفوهم. لان ال 80% دول لا، الدنيا بقت تكلفه بسيطه، طب خلاص احنا عايزين نعمل كذا، وعايزين نربط، وعايزين نودي، وعايز اودي مش عارف دي فين بقى. يبقى كل اللي محتاجه، ما عندوش مشكله بقى في التكلفه، كل اللي محتاجه المهندس الشاطر اللي فاهم اوتوميشن، اللي هيقدر ينفذ له الحاجه اللي هو عايزها. وبناء عليه لما نبص على الصوره كامله، هنلاقي ان نقطه السيف ماني دي مهمه جدا، لانها هتزود الطلب على مهندسين الشبكات. لان هتبقى مشكله الشركات مش في التكلفه، مشكله الشركات ان هي تلاقي مهندس شبكات فاهم قوي، فاهم اوتوميشن كويس، يقدر يعمل لها السيستم بتاعها. فده هينعكس ايجابيا على المجال بتاعنا، لان دي نقطه زي ما قلت لكم انا استفدت فيها في الشرح شويه، لان ده يعتبر اكتر استفسار بيجي لي. طب الاوتوميشن كده خلاص، طب احنا مش هينفع نشتغل في المجال؟ بالعكس، الاوتوميشن ده هيزود الطلب على مهندسين الشبكات، وفهمنا الدنيا بتاعتنا بتتكلم في ايه. طيب تعالى نروح بقى لنقطة مهمة، الاس دي ان ديس ادفانتج. يا نهار ابيض، احنا بقى لنا دلوقتي اكتر من ساعة، تمام، عمالين نقول شعر في الايه، في الاوتوميشن. طب يا ترى بقى ايه الديس ادفانتج؟ ايه بقى المشاكل بتاعة الاوتوميشن؟ او هنا بنتكلم على الاس دي ان. جميل. طيب ايه بقى؟ قال لي ما فيش اي حاجه. المشاكل بتاعه الاس دي ان او بتاعه الاوتوميشن دي مشاكل عامه في الشبكات عموما، مش ما هياش مشكله جوه الاوتوميشن نفسه، ما هياش مشكله نتيجه لحاجه جوه الاوتوميشن، لا دي مشكله عامه في الشبكات سواء تراديشنال او اوتوميشن. ان هو بيقول لي سنجل بوينت اوف فيلير، سنجل بوينت اوف اتاك. سنجل بوينت اوف فيلير، سنجل بوينت اوف اتاك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الدنيا كلها معتمده على مين يا جماعه؟ الدنيا كلها معتمده على الكنترولر، بيدير كل الدنيا اللي عندي دي، كل الاجهزه اللي عندي. لو الكنترولر وقع او حصل له اتاك، الدنيا كلها، شبكه كلها وقعت. ده هنا بيكلمني على الديس ادفانتج بتاعت الاس دي ان او بتاعت الاوتوميشن، ان انا كل الدنيا دي مبنيه على الكنترولر. طب لو الكنترولر وقع، الحياه دي كلها وقعت. قال لي لا، الناس اللي اوريدي بقى في المجال وشغاله وفاهمه الدنيا بتاعتنا هنا، دي مشكله عاديه بتقابلني حتى في الشبكات العاديه. يعني مثلا في الشبكه العاديه انا عندي سيرفر زي ما اتفقنا بدير منه الشبكه بتاعتي مثلا. السيرفر ده مثلا حاجه زي ما احنا قلنا في بدايه المحاضره كده، ده شغال دومين كنترولر مثلا. طيب دلوقتي هنا لو الدومين كنترولر ده وقع، الدنيا دي وقعت عندي. طب ايه الحل اللي احنا بنعمله بقى هنا؟ ايه الحل اللي احنا بنعمله هنا؟ الحل اللي احنا بنعمله هنا في التراديشنال نتورك، وهيبقى معانا هنا برضو في الاوتوميشن، ان انا هجيب جهاز تاني. يعني هنا في الدومين كنترولر، لو الناس دارسه ام سي اس اي او الناس اللي شغاله، بجيب هنا حاجه اسمها اديشنال دومين كنترولر، دومين كنترولر زياده، عشان لو ده وقع حصل له مشكله، ده يخش يستلم منه. نعمل حاجه اسمها فيل اوفر، ان لا لو وقع ده يقوم مكانه. فنفس القصه عندي هنا. فقصه انه
سنجل بوينت اوف فيلير او سنجل بوينت اوف اتاك ما هياش مشكله خاصه بالاوتوميشن نفسه، دي مشكله عامه في الشبكات سواء تراديشنال او ايه اوتوميشن. حلها بسيط جدا، حلها ان زي ما احنا لسه قايلين حالا ان هيبقى عندي واحد تاني اديشنال، واحد تاني احتياطي، لو ده وقع ده يسد ايه، يسد مكانه. واضح الكلام؟ فيعتبر اصلا الاوتوميشن ما عنديش فيه مشكله اطلاقا. يعني المشكله اللي احنا بنتكلم فيها دي مشكله عاديه موجوده برضو في التراديشنال نتورك. تمام تمام. طيب استاذنكم ثانيه واحده بس معايا. طيب فزي ما احنا اتفقنا نكمل كلامنا ان ما يعتبرش عندي مشكله مع الاوتوميشن. المشكله اللي موجوده دي عادي جدا وموجوده في التراديشنال وبتقابلني في اي حته. جميل، وحلها بسيط وسهل ان يبقى في حد اديشنال معايا عشان لو الكنترولر وقع التاني ايه يخش يشتغل مكانه. لكن طبعا الاوتوميشن فيه مميزات رهيبه وكتيره جدا ايه اللي احنا قلناها دي. طيب كلام جميل. برضه زي ما احنا قلنا ان هل انا بس يعني هل موجود في السوق اوريدي كنترولرز والكلام ده والحاجات دي موجوده في السوق؟ اه موجود. بس القصه ان هي صعبه الانتشار شويه، لان الشركات الكبيره مش عايزه تنتج الداتا بلين سويتشز اللي هي البيور مش الهايبريد. هتلاقي اغلب اللي في السوق هايبريد بيديك الاثنين. لكن الدنيا واحده واحده هتيجي يعني. لكن اوريدي عموما زي ما قلت لكم هسيب لكم برضو بلاي ليست كده فيها شويه ايه كنترولرز من دول مجربهم كده تشوفهم بعينيك. فعندنا حاجه زي اوبن دي لايت زي ما احنا قلنا، عندي حاجه اسمها اتش بي فان، عندي حاجه اسمها اونوس، دي كلها كنترولرز اوريدي موجوده وشغاله. في كل الشركات اللي موجوده في السوق دلوقتي اصلا داخله في القصه بتاعت الاوتوميشن دي. يعني جوجل وفيسبوك، تمام، الاثنين ضامنين معاهم شركات تانية برضو وعاملين حاجه ستاندر اسمه او سي بي، اوبن كومبيوت بروجكت. ايه الاوبن كومبيوت بروجكت دي؟ قال لك بقى بما ان الشركات الكبيره زي سيسكو والحاجات دي مش حابين الموضوع بتاع الاوتوميشن ده والقصه، لا الاوتوميشن ده مهم جدا ولازم نظبطه. طب تعالى نعمل ايه؟ تعالى نعمل زي بروجكت كده اوبن سورس زي فكره اللينكس كده. نعمل بروجكت مفتوح الناس تقدر ان هي تضيف فيه ونعدل ونطور ون ايه ونظبط الدنيا. وسموا البروجكت ده او سي بي. او سي بي يعني في السويتشات اللي موجوده تلاقي مثلا لو لقيت السويتشات اللي هي الداتا بليت سويتشز دي يقول لك ان هو مثلا سبورتد ل او سي بي. مين الاو سي بي ده؟ الستاندر اللي عاملاه او البروجكت سوري مش الستاندر اللي عاملاه جوجل وفيسبوك ومعاها شركات تانية اوبن سورس عشان الناس كلها تطور والشركات اللي عايزه تطور والاشخاص اللي عايزه تطور عشان نطور في موضوع الاوتوميشن ده عشان نقدر نوصل بقى لايه في ارض الواقع الاوتوميشن بيور موجود في كل الشركات. فده اتجاه. في الاتجاه التاني اللي هو زي ما احنا قلنا بقى شركات زي سيسكو والكلام ده هي مش عابه البيور اوتوميشن، فبتبتدي تعمل هي حلول ميكس تديك اوتوميشن بس ما بتديكش اوتوميشن. هي بتديك بس قصه السهوله والاداره ان يبقى في كنترولر ودير منه الاجهزه وبتاع، لكن بقيه المميزات الانوفيشن والاجيليتي والتكلفه، اهم نقطه التكلفه، ما فيش الكلام ده. فسيسكو عامله حاجه اسمها دي ان ايه، حاجه اسمها ميراجي، حاجه اسمها فيبتيلا، حسب حجم الايه شبكه. يعني هي عامله كل الشبكات الايه المتوسطه الحجم وكبيره الحجم والصغيره، فكل شيء ايه حجم شبكه وليه يعني لو الشبكه صغيره هشتغل مراكي لو كذا. طيب هنلاقي بقى شركات تانية كتير دخلت في القصه بتاعتنا. يعني انت مثلا نيفيديا، عارفين نيفيديا بتاع كروت الشاشه؟ داخله في الايه في القصه بتاعت الاوتوميشن. عندك انتل داخله في القصه بتاع الاوتوميشن. كل الشركات الكبيره دلوقتي داخله بتنافس في موضوع الاوتوميشن. فموضوع الاوتوميشن
الشركات اللي هي بتاعت الشبكات بتقاوم الموضوع، لكن باقي الشركات التانية لا، هم في الجبهة التانية بقى، هم عايزين الاوتوميشن يمشي زي جوجل، فيسبوك، الكلام ده، والشركات التانية اللي هو زي ما احنا قلنا. حتى الريد هات بنستخدمه برضه، او داخل معانا في قصة الايه، في الاوتوميشن. فهي حرب شرسة، واعتقد حسب خبرتي وحسب مجالي ان الاوتوميشن هو اللي هيفوز في الاخر مهما الشركات دي قاومت يعني. جميل. طيب تعالوا نروح لمصطلح تاني، لحاجه اسمها اس دي وان. ايه الاس دي وان؟ يعني احنا دلوقتي قلنا اس دي ان اللي احنا بنتكلم فيه لحد دلوقتي اوتوميشن، بس تحديدا ان احنا بنتكلم على الاس دي ان او سوفت وير ديفاين نتورك، اللي هو زي ما احنا قلنا الاجهزه اللي تحت دي هتبقى داتا بلين سويتشز، وبعدين عندي هنا الكنترولر بدير منه الناس دي كلها. جميل. ده اس دي ان. ايه بقى اس دي وان؟ وان اللي هي وايد اريا نتورك، اللي هي الوان. اللي هو ايه؟ اللي هو في بدايه الكلام خالص، لو فاكرين كده في بدايه المحاضره قلت لك ايه؟ قلت لك انا الشبكه بتاعتي كمثال مبسط ليها، ادي سويتش وادي اجهزه وادي راوتر وادي الكلاود، ورايح هنا الراوتر تاني سايت تاني في اجهزه وفي دنيا، وعايزين نربط الدنيا دي ايه؟ الدنيا دي مع بعضها. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب دلوقتي انا ايه الفرق ما بين الاس دي ان والاس دي 1؟ ركز بقى عشان برضو ناس كتير قوي بتتلخبط في القصة دي. الفرق بين الاس دي ان والاس دي 1، تعالى كده، الاتنين بيكملوا بعض. الاتنين بيكملوا بعض ازاي؟ الاس دي ان ده انا داخليا هنا جوه اللان بتاعتي. الاس دي ان دي التقنيه اللي احنا عمالين نتكلم عليها من الصبح دي جوه الايه، اللان بتاعتي، اللي هو زي ما احنا قلنا هيبقى الداتا بلين سويتشز، وبعدين عندي هنا الكنترولر بدير منه الدنيا بتاعتي، ده جوه اللان. اس دي 1 من اسمها هو نفس الكلام، سوفت وير ديفاين، بس مش ايه، مش النتورك الايه اللان بتاعتي، لا، ده الوان. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا كده في بدايه الكلام برضو، والناس برضو اللي في المجال فاهمه الكلام اللي انا بقوله ده كويس. بنعمل في بي ان. في بي ان ده عشان اربط الفروع مع بعضها. الفي بي ان ده غالبا ايه اللي بيحصل؟ بروح لشركه النت سيرفيس بروفايدر، نروح لوي ولا فودافون اورنج اتصالات غيرها، واقول له والله انا عندي فرع في القاهره وفرع في اسكندريه ولا فرع في امريكا، عايز اربط الفروع دي ايه، مع بعضها. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل مثلا محتاجين كونكشن حاجه اسمها ليزد لاين عشان نعمل في بي ان. لا. فاللي بيعمل لي القصه دي بتبقى شركات الاتصال. وعاده في القصه دي في الفي بي ان التكلفه بتاعت الليزد لاين والحاجات دي، التكلفه بتبقى عاليه جدا، ارقام بتبقى كبيره جدا. طب الوضع ايه؟ قال لي هنا بقى القصه بتاعت الاوتوميشن، ان انا دلوقتي، ثواني، ثواني معلش يا شباب. اسف يا شباب، كان معايا بس تليفون مهم، اسف على الازعاج. طيب، فهنا ايه الفكره عندي هنا؟ ان هو بدل بقى ما اروح لشركات الاتصالات دي، وزي ما احنا قلنا بتبقى التكلفه بتاعت الفي بي ان دي عاليه، لا، نفس اللي عملته جوه اللام بتاعتي بالاس دي ان هعمله على الوان. تمام. بالاس دي وان.
ان هيبقى عندي هنا الفروع بتاعتي دي، تمام، هيبقى زي فيرتشوال ماشين كده موجوده عندي هنا، وفيرتشوال ماشين موجوده عندي هنا، او زي مثلا كنترولر، يعني لا مش كنترولر، زي الداتا بلين سويتشز كده، نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه في الفرع الثاني ونقطه في الفرع الرابع. ويبقى عندي برضو الكنترولر بتاع الوان، كنترولر بتاع الوان، كل البوينت دي موجوده، الكونكشنز دي موجوده جواه، وانا بتعامل معاها نفس فكره الكنترولر بالظبط. يعني الاس دي ان هي الاس دي وان، بس الاس دي ان انا جوه اللان، فبدير السويتشات او الداتا بلين سويتشز اللي رابط بيها الاند ديفايسز الاجهزه. اس دي وان نفس الفكره، انا عندي برضو كنترولر، بس هدير ما بين الكونكشنز ما بين الفروع بتاعتي وبعضها. يعني بدل ما هو هنا بيدير الداتا بلين سويتشز اللي هي رابطه الاند ديفايسز مع بعضها، لا هيدير هنا النودز بقى اللي ماسكه الفروع دي ببعضها، الكونكشن اللي ما بين الفروع وبعضها. يبقى الاس دي ان بيتكلم جوه اللان، الاس دي 1 هو نفس الاس دي ان، بس ما بين الفروع ايه وبعضها. حلو الكلام، حلو الكلام. نروح بقى لتقنية برضو اسمها بيتكرر معايا كتير جدا في الاوتوميشن، حاجة اسمها ان اف في. يعني انا دلوقتي تاني عشان نلخص بقى الدنيا كده ونركز ونبقى مظبطين الدنيا، فكرة الاوتوميشن من الاول كده ان يبقى عندي جهاز واحد بديل منه الشبكه، ما اقعدش الف ويحصل اخطاء والتكلفه والكلام كل اللي قلناه. فلحد دلوقتي قلنا جوه الاوتوميشن عندي تقنيتين، تقنيه الاس دي ان اللي هو هدير منها اجهزه الربط اللي جوه اللان، والاس دي وان اللي هدير بيها الكونكشن ما بين الفروع وبعضها. في تقنيه بقى ثالثه رهيبه جدا، حاجه اسمها ان اف في او نتورك فانكشن فيرتشواليزيشن. ايه نتورك فانكشن فيرتشواليزيشن؟ النقطه عندي هنا ايه النتورك فانكشن؟ ان انا عندي جوه الشبكه بتاعتي هيبقى في مثلا ايه الشبكه هي، فانا محتاج مثلا عشان اطلع بره الشبكه بتاعتي محتاج مثلا فاير وول عشان اكنترول الترافيك اللي داخل وخارج. فقصه النتورك فانكشن فيرتشواليزيشن دي ان بيقول لي بدل ما اجيب جهاز فاير وول هاردوير يعني، طب ما انا استغنى عنه بسوفت وير ابلكيشن، سيرفيس بحتاجها في الشبكه بتاعتي دي ان اس او دي اتش اس بي، بدل ما اجيب لها سيرفر يشتغل دي ان اس، ما انا ممكن اشغلها باب بدل ما اجيب لها سيرفر دي ان اس دي اتش اس بي. فده المقصود عندي هنا بالنتورك فانكشن فيرتشواليزيشن، ان هو ايه؟ ان هو بدل ما هستخدم اجهزه فيزيكالي حقيقيه، لا انا هستعيض عنها بسوفت وير. تمام، فيبقى الفاير وول ده لا ده هيبقى عباره عن سوفت وير نازل عندي على على ماشين مثلا. طب تعالى برضو نفهم عشان الناس اللي ايه اللي جديده كده في الكلام بتاعنا، ايه قصه الفيرشواليزيشن؟ تعالى برضو نبسطها كده تبسيط يعني يمكن يكون مخل شويه بس يوصل الفكره. فكره الفيرشواليزيشن ايه؟ ودي برضو انا هتكلم هنا، مش بتكلم على الان اف في دلوقتي، خلينا الان اف في على جنب، تعالى نفهم الفيرشواليزيشن. عشان الفيرشواليزيشن دي هتفهمني حاجات كتير في الام في، وهتفهمني حاجات كتير برضو في قصه الكلاود اللي كنا اتكلمنا عليها في بدايه المحاضره. ايه قصه الفيرشواليزيشن دي؟ ركز معايا. فيرشواليزيشن اللي هو الحاجه عندي ما هياش فيزيكال، هي تخيليه مش حقيقيه. بمعنى ايه؟ تعال نبدأ من الأول كده. يعني احنا جينا في بداية الكلام قلنا إن أنا هجيب سيرفر هنا هشغله دومين كنترولر. حلو. وبعد شوية واحنا بنتكلم قلنا عايزين مع الدومين كنترولر ده اديشنال عشان لو الدومين كنترولر وقع. ومحتاجين واحنا بندردش كده قلنا من شوية مثلا في سيرفيس اسمها دي ان اس، في سيرفيس اسمها دي اتش اس بي، في سيرفيس اسمها كذا في. فالخلاصة ايه يعني؟ الخلاصة ان انا هبقى محتاج هنا سيرفرات كتير. انا محتاج هنا ايه؟ سيرفرات كتير. تمام. انا لسه ما روحتش للكلاود، انا بتكلم هنا اللي شغال اون بريميسز. فعندي هنا محتاج سيرفرات كتير في الشبكه بتاعتي. حلو الكلام. تمام تمام. طيب ايه الكلام قبل ما اروح للكلاود بقى؟ قال لي ايه؟ قال لي طب ما بدل ما اقعد اشتري اجهزه كتير كده، طب ما انا اشتري جهاز ايه؟ واحد، تبقى امكانياته عاليه كده ومحترمه. تمام. وبعدين الجهاز ده طبيعي هينزل له اوبريتنج سيستم. يعني انا عندي تحت هنا ده الهاردوير بتاع الجهاز نفسه،
وهيبقى عليه اوبريتنج سيستم، بس هيبقى اوبريتنج سيستم مش اوبريتنج سيستم كامل متكامل، ده بس يقوم الجهاز. عشان ابني عليه حاجه اسمها هايبرفايزر، ان انا ابني عليه، نبسط الامور، ابني عليه بنسميها فيرتشوال ماشين. ماشين اللي هو احنا الاجهزه اللي موجوده عندي في الشبكه، اجهزه الكمبيوتر او حتى السيرفرات، بنسميها ماشين. تمام. الماشين دي اللي هي الجهاز بتاعي. فانا دلوقتي جوه الشبكه بتاعتي، تمام، جبت جهاز الهاردوير بتاعه قوي، ونزلت عليه سوفت وير بسيط كده عشان ما يسحبش من الرامات والبروسيسور بتاعتي اللي بتاع ديت. وفوق بقى الراجل ده حطينا اجهزه. انا دلوقتي عايز 10 سيرفرات مثلا، لا انا هجيب كهاردوير، هجيب سيرفر واحد، وفوقه من خلال تكنولوجيا اسمها هايبرفايزر اقدر احط، دي بنسميها فيرتشوال ماشين. دي مكنه بس ما هياش مكنه فيزيكالي الهاردوير بتاعها منفصل، لا ده مبنيه على او شغاله على الهاردوير بتاع الجهاز الاساسي اللي عندي. فهبني المكنه دي هخليها اكتف دايركتوري، والمكنه دي تبقى اديشنال، والمكنه دي تبقى دي ان اس، المكنه دي تبقى دي اتش اس بي، المكنه دي تبقى كذا. كلهم موجودين جوه هاردوير واحد، جهاز واحد. تمام تمام. فالفكره هنا الفيرشواليزيشن بقى، التكنولوجي دي هي اللي عملت لي القصه دي. ان انا بدل ما تشتري 10 اجهزه، لا ده انا ممكن اشتري جهاز واحد اجيب امكانياته حلوه، وجوه الجهاز الواحد ده احط بقى اجهزه زي ما انا عايز، وتبقى ظاهره للاجهزه دي كلها ان هي اجهزه منفصله عاديه. يعني هي ما هياش فيزيكال بس لا هي اجهزه عاديه، واقدر ادير الشبكه بتاعتي واوفر لها السيرفيس بتاعتها. لذلك بقى دي كانت مرحله انتقاليه قبل ما اروح بقى للكلاود. لما جت الكلاود حلت الموضوع ده خالص، قال لك لا يبقى انا هروح اجر سيرفر عند الكلاود ده. ممكن اجر برضو بنفس الفكره كده سيرفر واحد، وجوه السيرفر ده احط اكتر من مكنه، او اجر بالمكنه عادي حسب ما انا عايز. فهنا دي كانت البدايه، وبعد كده رحنا بقى للكلاود. فبقى عندي هنا على الكلاود اقدر احط بقى، انا عايز 10 سيرفرات حطهم لي فيرتشوال هنا على الكلاود، وادير منهم الشبكه بتاعتي واوفر لها الانفراستراكشر. اللي ساعدني بقى ووفر لي هنا ومشاني المراحل دي لحد ما وصلت للكلاود هي الفكره بتاعت الفيرشواليزيشن. فنرجع بقى تاني، للان اف في. ان هو بيقول لي مش احنا بقى فهمنا خلاص دلوقتي ان انا ممكن السيرفر بتاعي يبقى فيرتشوال؟ طيب يبقى عباره عن مكنه وهميه موجوده على جهاز اصلا عليه اكتر من مكنه. جميل. قال لي طيب ما بنفس القصه بتاعت الفيرشواليزيشن دي، طب ما تيجي نكمل بقى. يعني ايه؟ يعني تعالى نجيب الفاير وول دوت، بدل برضو ما هو يبقى جهاز كده هاردوير لوحده منفصل، لا يبقى فيرتشوال عندي، يبقى سوفت وير. خلصنا عند هنا؟ لا الموضوع اتطور بقى، وركز في اللي جاي ده عشان ايه، هتبقى لو بعيد عن المجال شويه ومش دايس هيبقى الاستيعاب بتاعه صعب شويه، فركز معايا. الان اف في راحت بينا لفين؟ الان اف في راحت قالت لي انا مش بس الفاير وول والكلام ده انا الراوترز كمان والسويتشات والكلام ده، وحاجات مثلا اجهزه في الشبكه بتاعتنا اللود بالانسر والكلام ده. لا ده انا هخلي كل الدنيا دي فيرتشوال، يعني السويتشات نفسها والراوترات نفسها تبقى فيرتشوال، تبقى سوفت وير. وكل الدنيا دي حضرتك انا هحطها على الكلاود كمان. يعني الشبكه بتاعتي هتبقى عامله ازاي في ال اف في يا جماعه؟ بص كده، الشبكه بتاعتي التقليدي بتاعنا والوضع الحالي ان الشبكه زي ما احنا قلنا اهو، ادي سويتشات والاجهزه، ورايح لراوتر عشان اعمل في بي ان عشان اربط مع راوتر تاني بشبكه تانيه في سايت تاني، ولو فرضنا عندي سايت رابع سايت خامس، قال لي بقى ولا سايتات ولا اي حاجه. ده انا بالتقنيه بتاعت الان اف في ديت يا معلم، لا ده انا هطلع على الكلاود، اجر سيرفر، ممكن اجر سيرفر واحد مساحه واحده، واحط شبكتي كلها جواها، احط الاجهزه بتاعه الموظفين، واحط السيرفرات، واحط السويتشات، واحط راوترات، واحط الفاير وول، احط كل اللي انا عايزه فيرتشوال على الكلاود. مش بس يعني احنا بدأنا قلنا ان السيرفر هيبقى فيرتشوال، مكنه فيرتشوال على الايه، على الكلاود او على هاردوير تاني. لا ده ايه بقى، ما بقاش بقى السيرفر اللي فيرتشوال ماشين، لا ده الاجهزه كمان بتاعه اليوزرز، السويتشات نفسها بقت فيرتشوال، الراوترات نفسها بقت فيرتشوال، الفاير وول بقت فيرتشوال.
ويبقى بقى بص بقى الحته اللي جايه دي. احنا هنا في الاس دي ان او حتى في الاس دي 1 قلنا ايه في الاس دي ان؟ ان انا من خلال الكنترولر هدير اجهزه الربط اللي عندي هنا دي. هنا بقى في الان اف في، ده مش اجهزه ربط بقى، ده الشبكه كامله، ده اجهزه عاديه وسيرفرات وراوترات وسويتشات وفاير وولز و هنا بقى قال لك هيبقى عندي حاجه اسمها اوركستريشن. عندي حاجه ايه اسمها إيه يا جماعه؟ اوركستريشن. ايه اوركستريشن دي؟ زي الاوركسترا، جايه من اوركسترا بتاع الاوبرا كده، عنده 500 الف عازف ل 500 الف اداه عزف، وفي كنترولر مايسترو واحد بيدير كل آلات العزف دي، ويقول لي ده اطلع ويقول لي ده انزل ويقول لي ده روح. فيبقى عندي حاجة اسمها اوركستريشن. المصطلح ده بيتكرر برضو مش فاهمين اوركستريشن، ان هي فكرة الكنترولر اللي هيدير الأجهزة بتاعة الربط. بس هنا بقى الكنترولر ده اللي هو في الان اف في اسمه مانو. اسمه ايه؟ مانو. المانو ده هنا ده هيبقى الكنترولر مش بتاع بس اجهزه الربط، ده الكنترولر بتاع الشبكه كلها، اجهزه الربط. وزي ما احنا قلنا بقى اللي عندي فاير وول، عندي سيرفيس معينه زي دي ان اس، دي اتش سي بي، بلا بلا بلا. هدير كل الدنيا اللي عندي دي من خلال الكنترولر بتاع الان اف في اللي هو اسمه مانو. وهنا بقى الموضوع ما بقاش قصه كنترولر، ده هنا بقى زي ما احنا اتفقنا اسمها ايه؟ اوركستريشن. الاوركسترا، الراجل اللي هو المايسترو ده اللي بيدير كل الاجهزه وكل الدنيا وكل الحياه اللي عندي هنا دي. فمش هدير بس اجهزه ربط، لا، ده الدنيا عندي هنا هتبقى لا، انا هنا على الكلاود دنيتي كلها انا هدير كل الدنيا اللي عندي دي من خلال المانو ده، من خلال هو المصطلح اللي بنسميه اوركستريشن. هدير كل الاجهزه وكل الدنيا اللي عندي دي. وبس كده؟ لا، ده خد بالك ان في الوضع بتاع الان اف في دوت انا ما عنديش بقى حاجه اسمها اس دي 1، ما عنديش وان كونكشنز. مش هيبقى عندي هنا سايت وسايت واروح اعمل في بي ان ما بين السايت ده والسايت ده، واروح اعمل في بي ان ما بين السايت، لا. ده هنا هي شبكة واحدة موجودة على الكلاود. طب الشركة دي ليها فرع في القاهرة، فرع في أمريكا، فرع في السعودية، فرع في الإمارات، فرع. الموظفين اللي قاعدين هناك دولت مجرد بس محتاج لهم كونكشن قوي يخش بيه على النت، وكل واحد ليه المكنه بتاعته يعرف يشتغل عليها من بيته، حتى مش لازم يروح الشركه. وهو قاعد في بيته كده ولا قاعد في اي حته في الدنيا، يكونكت على المكنه بتاعته، الجهاز بتاعه اللي في الشغل، ويشتغل عليه وهو قاعد في بيته في الشركه في اي حته في الدنيا. ما عنديش بقى في بي انات، هم كلهم بيكونكتوا على شبكه اوريدي موجوده على الكلاود. فدي التقنيه بتاعت الان اف في، وصلتني لموضوع الاوركستريشن اللي من خلال كنترولر واحد اسمه مانو اقدر ادير كل الاجهزه، مش بس اجهزه الربط بقى، اي حاجه سيرفيس عندي دي الناس دي بلا 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 بلا، ادير اللي انا عايز اديره. ويبتدي الموضوع يتطور معايا بقى ان احنا ندخل الماشين ليرنينج والاي اي عشان نقدر اولا نتوقع ايه الاخطاء اللي ممكن الموظفين او اليوزرز اللي موجودين في الشبكه هيعملوها، ونحاول نحل الاخطاء دي قبل ما تحصل. يبتدي يحلل لي الشبكه ويتنبأ ان الشبكه هيحصل كذا، او ممكن يحصل عندي اختناقات في الحته دي بعد فتره لما هيزيد كذا، فاحنا هنا محتاجين نعلي هنا كذا او نزود هنا كذا. فيبتدي يتنبأ بالمشاكل اللي تقابلني ويعمل لها ايه كمان بقى؟ يعمل عندي حاجه بقى جديده اسمها سيلف هيلينج. سيلف هيلينج اللي هو ايه؟ السيستم يصلح نفسه، يعالج نفسه بنفسه. يعني سواء هيتوقع بقى الاخطاء ويبتدي يعدلها قبل ما تحصل، او لو فرضنا حصل خطأ عارض دلوقتي يبتدي السيستم اوتوماتيك يعدل ويصلح من نفسه عشان يحل المشكلة اللي موجودة عندي. فهي دي الدنيا اللي جاية بتاعت الاوتوميشن يا جماعة. يبقى كده تلخيصا للي احنا قلناه عشان ناخد بريك، وبعد البريك بقى نفتح المناقشة اللي عايز يتناقش في اي حاجة، بس ايه بهدوء كده وبلاش ايه نشوشر على بعض يعني. جميل. فايه اللي هيحصل؟ ايه الدنيا بتاعتنا تاني؟ خلاصه بقى الكونكلوجن بتاعت الساعه ونص اللي احنا بنتكلم فيها دي، تمام، انه التراديشنال نتورك الدنيا هي شغاله دلوقتي زي ما فهمنا كده، سويتشات وراوترات والكلام ده. وعشان ادير الشبكه بتاعتي يبقى لازم امشي سويتش وراوتر وكل واحد اديله الكونفيجريشن بتاعته. فزي ما احنا قلنا فيها مشاكل كتير، اخطاء وتكلفه فالاوتوميشن بيبدا يحل لي القصه دي. اولا في قصه الاداره هيبقى عندي كنترولر واحد ادير منه الشبكه بتاعتي.
هيبقى عندي مرونه، هيبقى عندي انوفيشن، ابتكار، زي ما احنا قلنا اعمل وشيل وحط براحتك زي ما انت عايز، وما عجبكش ده حط ده، ما عجبكش اعمل انت. فالدنيا مفتوحه جدا، وزي ما احنا شفنا كده مفيش مشاكل فيها. المشكله اللي موجوده بتاعت السنجل بوينت اوف فيلير، سنجل بوينت اوف اتاك، دي مشكله عاديه موجوده في التراديشنال نتورك، وحلها بسيط ان يبقى عندي واحد اديشنال حاطه على جنب عشان لو ده حصل له حاجه ده يخش. وشفنا بعد كده انه الموضوع بقى هيبتدي يتطور من اني زي ما احنا اتفقنا النقطه اللي بتكلم فيها الاس دي ان والاس دي 1. الاس دي ان جوه اللان، والاس دي 1 هربط الفروع مع بعضيها بالكنترولر برضه، اتحكم الكونكشن ما بين الفروع. جينا بعد كده دخلنا على النتورك فانكشن فيرجواليزيشن، قال لي لا طب ما ضم بقى الدنيا دي ولا وان ولا واناتي، نحط الشبكه كلها على الكلاود ويبقى كله فيرتشوال، السويتشات فيرتشوال والراوترات فيرتشوال والفايرول فيرتشوال والاجهزه طبعا نفسها فيرتشوال. ويبقى عندي حاجه اسمها اوركستريشن، يبقى عندي كنترولر اللي هو اسمه مانو. ده مش هدير بقى اجهزه الربط، ده انا هدير الشبكه كلها بالدنيا اللي فيها كلها. تمام. جميل. طيب، بعد كده الموضوع بيتطور معايا، وزي ما احنا قلنا بيروح بقى للاي اي والماشين ليرنينج والسيلف هيلينج والكلام ده. ناخد بريك ربع ساعة كده، وبعد البريك بعد الربع ساعة نفتح بقى المايكات ونتناقش مع بعض ربع ساعة كده ونرجع نكمل يا شباب.